طيب، إن شاء الله دي هتبقى المحاضرة الأولى من كورس التسويق الإلكتروني ODS واتش أكاديمي. طيب، في البداية أنا اسمي عمرو عبد الحكيم وبشتغل مدرب تسويق إلكتروني، وبشتغل كمان مدير تسويق إلكتروني ومطور أعمال. خبرتي أراوند 10 12 سنة في مجال التسويق والتدريب، وإن شاء الله أكون معاكم في رحلة لطيفة ظريفة كده من تعلم التسويق الإلكتروني. هنطبق مع بعض الأول هنتعرف يعني إيه تسويق، وبعدين نبدأ إن إحنا نطبق، وبعدين نبدأ نغلط، وبعدين نبدأ نتعلم من الغلط بتاعنا ده عشان نصحح بقى كل الأخطاء وكل الحاجات اللي هنمر بيها. الرحلة بتاعتنا في التدريب، وأنا عادة بسميها رحلة مش بسميها كورس، لأن مفهوم الرحلة جاي من التجربة والمخاطرة والمشاكل اللي بتواجهك في قلب الرحلة بتاعتك، فازاي تعرف تحلها او ازاي تعرف تحليها. الرحلة بتاعتنا ان شاء الله هتبقى مدتها تقريبا 24 ساعة، يعني 8 محاضرات مرتين في الاسبوع. المرة بتكون اراوند ساعتين ونص 3 ساعات، من الساعة 8 ونص لماكسيمم 11 ونص. ممكن نخلص قبل كده، ممكن نخلص بعد كده، حسب الأسئلة بتاعتكم وحسب التفاعل. ويهمني جدا الجزء ده واحنا لسه جايين نتكلم فيه. طيب، هنمشي ازاي او هنتعلم ازاي او امورنا هتكون ماشيه ازاي في الكورس اللطيف بتاعنا او في رحله اللطيفه بتاعتنا دي؟ اول محاضرتين بيبقوا نظري، بنتكلم فيهم على اساس علم التسويق وايه هو شخصيه المشتري، وازاي ابدا اعمل سوات اناليسيس او تحليل رباعي للبيزنس بتاعي او للسوق اللي بشتغل عليه. ازاي اني ابدا اعمل كومبيتيتور اناليز او تحليل منافسين في السوق اللي بشتغل عليه. كمان بتعلم ايه هي التي او في، او ايه هو التون اوف فويس اللي المفروض البراند يتكلم بيه للجمهور. بعد كده تاني جزء بقى او تاني مرحلة من الرحلة دي هي عبارة عن محاضرتين هنتكلم فيهم عن او هنتعلم فيهم ونطبق بايدينا على الكونتنت او صناعة المحتوى. بعد كده عندنا محاضرة عن هيبقى عندنا محاضرة عن السوشيال ميديا مانجمنت أو إدارة منصات التواصل الاجتماعي. ازاي اكريت بيج، ازاي اربط فيسبوك وانستجرام، ازاي اعمل سكادولينج في البوست، ازاي اعمل سكادولينج للبوستس بتاعتي، ازاي اني اشوف المنافسين بيعملوا ايه، ازاي اشوف الاعلانات بتاعتهم بتاعت المنافسين، ازاي كمان اتابع الصفحه او اتابع الصفحات بتاعت المنافسين بتوعي، واشوف اخر الابديتس بتاعتهم وما الى ذلك من السوشيال ميديا سبيشالست او تخصص نشر المحتوى ومتابعه المنافسين. كمان في نفس المحاضره دي ان شاء الله ربنا يدينا الصحه والعمر، ان احنا هنتعلم كمان ازاي اشتغل مودريتور. يعني ايه مودريتور؟ يعني اني ازاي اقدر ارد على الكومنتات والرسائل واتحول من مجرد شخص بيرد بشكل اوتوماتيك لسيلز بيرسون او سيلز ديجيتال بيرسون، يعني ابقى اكون مسؤول مبيعات رقمي. ازاي ان انا بذكائي كده وباسئلتي وبتفاصيلي اللي ابدا اركز فيها مع العميل والطلبات بتاعته، اني مش لازم ابيع له من اول لحظه، لا انا كمان اقدر اني اتواصل معاه واتكلم ودردش معاه لحد ما اخليه يثق فيا ويبدا يشتري مني. نيجي لاخر 3 محاضرات في الكورس بتاعنا. هيبقى المحاضره الاولى عن الفيسبوك ادز او اعلانات الفيسبوك. المحاضره اللي بعدها هتبقى على ميتا ادز، وفي فرق بين الاثنين، ان الفيسبوك ادز هو الاعلان، الطريقه المبسطه لعمل اعلان ممول، ودي هنتعلمها ان شاء الله، نقدر نشتغلها من الموبايل او من اللابتوب او من التابلت. اما المحاضره اللي بعد كده هتبقى ادز مانجمنت او اداره منصات، سوري، ادز مانجمنت، ازاي نعمل اعلان بطريقه احترافيه من على منصه الادز مانجر بتاعه الفيسبوك، اللي بنتعلم او اللي بنعمل اعلان من خلال فيسبوك انستجرام وكمان واتساب. اخر محاضره ان شاء الله هنتعلم فيها ازاي نعمل اعلان على التيك توك، سواء من الموبايل او سواء من الادز مانجر. ان شاء الله الرحله بتاعتنا تبقى ظريفه مليانه شغل و... وتجارب واسئله. الجروب بيكون طول الوقت موجود ومفتوح، نقدر نبعت عليه اي اسئله احنا عايزين نعرفها.
كمان عندنا كل محاضرة بتكون مسجلة زي ما حصل دلوقتي. المحاضرة الحالية دي مسجلة، بتترفع على لينك الدرايف اللي موجود على الجروب، متثبت كده فوق في الجروب من فوق. تقدروا تدوسوا على اللينك فيوديكوا على الفولدر ده على الدرايف. بعد حوالي ساعتين ثلاثة يمكن، عشان هنخلص متأخر على 11 ونص أو يمكن 11، فممكن تبقى بكرة الصبح بالكتير. المحاضرة المسجلة دي زي ما هي بتكون مسجلة زي ما هي بكل تفاصيلها، بكل السكتات، بكل البريك اللي بناخده، أي حاجة بتكون مسجلة، عشان نفتكر كل حاجة ونراجع في أي وقت تاني زي ما احنا عايزين. طيب، كمان الفولدر ده بشارك معاكم فيه اي ماتيريالز انا ببدا اشرحها هنا، اي لينكات، اي برومبتس اي فايل في الوورد، اي حاجه بنعملها بتلاقوها على طول رفعتها على الدرايف. طيب، في حد من الشباب جه؟ طيب، اوكي. اوكي، دي الجزء الخاص الجزء الخاص الجوجل ميت بتاعنا. طيب، احنا عندنا شويه قواعد كده لطيفه، خلينا يعني ايه نبقى عارفينها مع بعض. اول حاجه، احنا بنقدر نشارك طبعا، بس بنرفع ايدينا. لو هتلاحظوا تحت كده عندكم في رايز هاند زي دي كده، هي رفع الايد. تمام. تقدروا انكم لو حد عنده سؤال يقدر يرفع ايده. تمام. لو في رياكشن معين مثلا زي ما بقول لكم، انتوا فاهمين الجزء ده، فلما تدوسوا على كلمه رياكشنز دي او تفاعل، هتلاقوا في علامه اللايك زي دي كده. مثلا اقول لكم نوره انت فاهمه، يا صفتي انت فاهم فبتعمل لي كده. تمام، فاهم. طب الجزء ده بقول لكم انتوا فاهمين، تقول لا مش فاهمين فبتعملوا ديسلايك. تمام. طيب، احنا يعني عددنا مش كبير، فبالتالي لو في حد عايز يشارك بالصوت طبعا يعمل ده، بس يرفع ايده عشان لو في حد تاني بيتكلم، او لو انا مثلا عامل شير سكرين من الناحيه التانيه ومش واخد بالي من الجوجل ميت، فممكن يعني وقتها يفتح المايك ويقول على طول، مفيش مشكله. موضوع الكاميرا لو حد عايز يفتحه اوكي، مش عايزين تفتحوه يعني مفيش مشكله. في ايه تاني؟ في ايه تاني من التعليمات اللذيذه الجميله اللي نبقى عارفينها، بس عشان قبل ما نبدا في المحاضره، لان محتاج اتعرف عليكم وبعدين نبدا في المحاضره بتاعتنا باذن الله. تقريبا ده كده كل حاجه. يفضل ان احنا نطبق اول باول. نسيت اقول لكم على حاجه مهمه، مشروع التخرج، وده موضوع بقى وتعالوا لي فيه. شوفوا يا شباب، آه عشان انجح في التسويق او في الكورس بالاخص ده، لازم اطبق. طيب، هل انا اطبق في الهوا كده في الفاضي؟ لا طبعا. بختار مشروع تخرج وابدا اطبق عليه. طيب، عندي حاجه من الاثنين: اما اني ارشح لكم مشروع او نفكر مع بعض في مشروع تخرج، او لو حد عنده مشروع عايز يعمله فبيبدأ ندردش فيه مع بعض ويبقى هو ده المشروع. ايه اللي هنعمله في المشروع بالظبط هنتعرف مع بعض لما افتح البرزنتيشن ان شاء الله النهارده بتاعه مشروع التخرج. بس دي مهمه جدا جدا ليكوا. ليه مهمه؟ مش بس عشان هتطبقوا في وقت الكورس او في الرحله بتاعتنا كل محاضره باللي بتاخدوه تطبقوه جوه مشروع التخرج، كمان ده هيعتبر اول سابقه اعمال ليكوا تقدروا تبعتوها لاي عميل او لاي شركه عشان لو عايزين تشتغلوا، سواء كنتوا هتشتغلوا فريلانس في الديجيتال ماركتنج او سواء كنتوا هتتعينوا في شركات او بتدوروا على وظيفه في شركه. في كلتا الاحوال لازم يكون معاك سابقه اعمال او حاجه عملتها قبل كده، عشان تقول والله ادي السي في بتاعي اهو، بياناتي الشخصيه، وادي سابقه الاعمال في البورتفوليو اللي انا كنت عامله. كل ما حسنت البورتفوليو بتاعك واهتميت بجوده التصميم وشكل الكلام، يعني ما ناقشتش الموضوع مجرد نقش، كل ما كان فرصتك في القبول في اي مكان هتبقى اعلى وافضل واحسن من اي حد تاني. تقريبا دي كده كل حاجه خاصه بالبدايات. حابب بقى اتعرف عليكم. نور الوكيل معايا في الشركه، معانا في ODS يعني زميلتنا، فيعني نور كده عرفنا. اهلا يا نور. عايز بقى اتعرف على نوره مجدي ومحمد الصفتي. محتاج كالاتي: ثلاث حاجات. اسمك الاول خلاص احنا عرفناه، يعني انتوا عايزين تقولوا ما فيش مشكله. اسم الحاجة التانية هو بتعملوا ايه دلوقتي في حياتكم؟ طالب خريج عنده مشروع بتدور على فرصة عمل، ايه بالظبط اللي في حياتك دلوقتي او في حياتك؟ الحاجة التالتة: دخلت كورس التسويق ليه وهتعمل ايه بعد ما تخلص الكورس، او هتعمل ايه بعد ما تخلص الكورس؟ صفتي ممكن ليديز فيرست ونسمع نورة الاول لو سمحت. رجالة جنتل. اتفضلي يا نورة، افتح المايك.
النورة مش سامعاني. طيب اتفضل يا صفتي، لو سامعني اتفضل. اه طيب، لو انتم مش عارفين المايك بيتفتح منين، بصوا يا جماعه في الموبايل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتنين مع بعض فوق. عليكم السلام، اهلا وسهلا. معك محمد الصفتي. اهلا وسهلا محمد، ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. يا رب دايما. قول لي، بتعمل ايه في حياتك دلوقتي؟ طالب، خريج، عندك بروجكت؟ يعني احكي لي كده اكتر. لا، انا عندي 40 سنه. ما شاء الله، شغال اهلا. مدرس، ما شاء الله، اهلا وسهلا. معلم اول الف. ما شاء شغال الله. بقالي 17 سنه. تمام. يعني دخلت في المجال ده. انا كنت تاجر الاول، فاتح ما عندي محل ملابس واحذيه. قفلت المشروع بقالي 3 سنين. حبيت بقى اخش مجال التسويق الالكتروني. لقيت الدنيا كلها بيع اونلاين وده وده. حبيت قفلت اخش المجال المشروع؟ ده. قفلت المشروع بقالك 3 سنين؟ اه قفلته؟ طب ممكن اعرف ليه؟ في مجال والله التسويق. انا حبيت كده، ما المحل يعني كان شغال كويس كل حاجه، بس لقيت نفسي مش عارف اتعامل مع الناس كويس. الناس بقت الاسعار بتغلى والبضاعه غاليه، مم. وموضوع مش مربح للدرجه اللي هي يعني. اوكي تمام. بالذات في المحلات يعني المصاريف كتيره. تمام. المكسب مش مغطي المصاريف طبعا. مهم. انا بحب التجاره اولا يعني. انا بعشق اوكي. حاجه اسمها تجاره. انا تاجرت في حاجات كتير جدا. هايل حبيت بقى اخش هايل. مجال التسويق الالكتروني. طبعا استفاد من خبرتي. انا طبعا راجل بتاع كمبيوتر وبتاع. قلت اخدم على الموضوع ده طيب هتعمل ايه يعني. بعد؟ او انت عايز يعني هتتعلم انا تسويق اولا تعمل؟ دلوقتي انا عندي مشروع اصلا حاليا. حتى ضمن الحاجات الاسباب اللي خلتني اخش المجال ده. انا في اول حلو. رمضان فتحت مجال ادوات منزليه، ببيع جميل. اونلاين. طبعا بادئ جميل. بمجموعه واتساب في البلد وشغال بيها كويس. عندي حوالي 950 عضو فيها، حلو ما شاء الله. مجموعه واتساب. عملت صفحه صفحه على الفيسبوك، بقيت بعرض عليها وبتاع. عملت اعلان مني لنفسي، انا ما حد حبيت ان حد يدير لي الحمله وبتاع. لقيت ان اللي بيسوحني شويه، واللي حسيت انه ممكن فيها موضوع نصب بتاع. قلت اتعلم من نفسي. صراحه بدات اسمع كورسات مجانيه كتير، اخش على اليوتيوب، اقرا هنا اقرا هنا. تهت. امم. تهت بمعنى كلمه تهت. امم. لقيت حد، الاستاذ عبد الله، كان منزل الاعلان عن الدوره دي. امم. قلت اقدم فيها بحيث ان اخد الحاجه بقى علمي صحيح، وامشي فيها خطوه خطوه عشان ما اقعدش اشتت نفسي كتير. هايل انا قعدت هايل. انت اسمع بقى، منين؟ نزلت محاضرات كتير. سمعت هنا وهنا وهنا. عملت صفحه كويس وشغال عليها، بس اللي هو ايه، بدات باعلان ممول انا اللي عملته بنفسي على فكره. كنت اول مره امم. اعمله يعني، بس يعني ما حسيت انه ما جابليش حاجه مفيده يعني. امم. امم. قلت لا، ادرس الاول صح وبعد كده اشتغل صح. عظيم بقيت عظيم. شغال كده. بس انا اللي هو يعني ما اعرفش بقى ده عيب ولا صح. ان انا ايوه. شغال ادوات منزليه. يعني مش عندي منتج واحد ولا منتجين بسوق لهم واعمل لهم بقى اعلانات جامده وبتاع. لا، انا شغال في كل حاجه. يعني ايه كل حاجه؟ ودي حاجه يعني كل اي حاجه تخص الرفايع. انا شغال رفايع فقط لا غير. طيب وماله؟ رفايع ادوات منزليه. لا، طيب يعني وماله؟ سمعت حد كان اتعرفت عليه من بلديات شغال برضه في المجال ده. اه. بس هو جت صدفه يعني. بيقول لي انت منزل منتج عندك بكذا بكذا. قال لي انا شغال على فكره الحاجات دي من زمان، بس انا شغال في القاهره يعني ما حدش يعرف. بيقول لي لا، الافضل ان انت تشتغل في منتج، تجيب منه كميات وتعمل له اعلانات وبتاع وتسوق. وبنكسب مكسب طبعا بسم الله ما شاء الله. يعني انا مثلا حاجه كنت جايب منتج ببيعه ب 450 جنيه، هو بيبيعه ب 750 جنيه، ونفس السعر اللي احنا جايبين بيه واحد يعني. تمام. واللي شغال معايا كويس جدا. تمام. بس هو طبعا هو شغال في مجال التسويق من فتره جامده يعني، من سنين. تمام. هو بقى نصحني، قال لي لو افضل يعني تشتغل فيها منتج او اتنين كفايه. كل فتره تجيب منتج جديد، منتج ترند ولا حاجه، وتخش بيه السوق وتشتغل بيه كويس. ما اعرفش تمام. بقى هل ده صح ولا انا اللي بيه صح. عشان كده التشتت خلاني تهت كتير قوي. اوكي. اوكي. ومن ضمن الاسباب اللي انا حتى قلت لا، ما من بعد حتى ما قدمت في الدوره ديت وسجلت فيها، بطلت اسمع اي حاجه.
طيب يعني ان شاء الله تبقى الرحله بتاعتنا او الدوره بتاعتنا مفيده وتفيدك، يا ريت. واهم حاجه تطبق، وانت طبعا معاك مشروع، فده بالنسبه لنا هيبقى شيء عظيم جدا جدا في عمليه التطبيق. ولكن يعني انا بشكرك طبعا على فكره ان انت وقفت عشان ما تتشتتش اكتر من كده، ودي نقطه مهمه قوي. وبطلب منك انك اي حاجه هتاخدها حتى في الأجزاء النظري، ابدأ بس فكر فيها بناء على المشروع بتاعك، وخلي الهدف الرئيسي بتاعك أو شغلك الشاغل هو إنك تطبق على المشروع بتاعك كل حاجة بتتعلمها هنا. أنا بس كنت عايز أسألك سؤال، أنت منين، من بلد إيه؟ يعني من بني سويف. بني سويف، أحسن ناس، أهلا وسهلا. قريه، في قريه كمان مش مركز، كمان قريه. طيب يعني ده شيء عظيم وأهلا وسهلا بيك. وخليني أرد عليك بشكل سريع على موضوع تشتغل على منتج ولا أكتر من منتج. صديقك صح، وأنت صح. طب هم المشكلة فين؟ الميزانية. يعني ايه الميزانية؟ يعني لو انا النهارده موفر راس مال 10000 جنيه على سبيل المثال، هعمل بيهم اعلانات فقط لا غير. فالاعلانات دي انا هركزها كلها على منتج واحد افضل لي من اني اوزعها على منتجات كتير. تمام؟ طيب دي نقطة. النقطة التانية الكرييتيفز او محتوى الاعلان نفسه. هل الفيديو اللي انا بعمله، او هل الصوره اللي انا بعملها والكابشن اللي انا بكتبه ده، ان شاء الله نتعلم مع بعض في الكورس، بيركز على المشكله وان المنتج بيعالج مشكله، ووقت ظهور او وقت الحمله المموله بتاعتي بيتناسب مع حل المشكله. يعني لو انا مثلا بشتغل في منتج شتوي بيعالج او بيحمي من مشكله المطر مثلا، سواء كوتشي، سواء شمسيه، ففي مطر اوريدي شغال في البلد او في الوقت اللي احنا فيه، فهل انا بعمل اعلان في الوقت المناسب؟ طب وقتها لو بعت المنتج ب 700 جنيه وهو اصلا ب 400، هي الناس هتشتريه ليه؟ لانه بيحل ازمه. طيب هل في الوقت العادي ممكن يعني ده ما يحصلش معايا؟ لا، ده يحصل معاك ونص. كل لما قدرت تخلي عين العميل تشوف المنتج على ان هو بريوريتي او شيء ضروري، سواء بيسد له ازمه او بيقدم له رفاهيه، بيعه زي ما انت عايز. بيع المنتج وقتها زي ما انت عايز. اهم نقطه او الفوكس بوينت اوف ماركتنج انك تفهم المنتج ده كويس قوي، وتعرف استخداماته، وتعرف احتياج المنتج ده ايه. لحظه واحده. وتعرف احتياج العميل من المنتج ده ايه، وبالتالي هتقدر تسعره بناء على قيمه المنتج قدام سد احتياج العميل او قدام احتياج العميل. فدي نقطه نقعد ندردش فيها كتير ونتكلم فيها مع بعض. واكيد طبعا هنحتاج انك انت تطبق لي الكلام من ده على امثله حيه من المنتجات اللي موجوده معاك، بما انك اوريدي عندك منتجات وبتشتغل عليها. تمام كده؟ طيب آه شكرا يا محمد. خلينا نتعرف على بقيه الناس، لو سمحت اقفل المايك. نوره مجدي، اتفضلي يا نوره. ايوه، اهلا، ازيك، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عرفيني بنفسك بقى، قولي لي باسمك ايه، بتعملي ايه، وعايزه ايه من الكورس، وهتعملي ايه بعديه؟ نورة مجدي، بشتغل تسويق لشركة اكوي، بسوق المنتجات بتاعتهم. فبعمل مجهود يعني عشان اعرف ان انا اسوق، لان منتجات اكوي مش معروفة قوي. ايه منتجات ايكويدي؟ هي فوط بديل المنظفات الكيماوية كلها، هي فوط طبيعية. مهم. فمن ناس كتير قوي تعرفها، رغم ان هي بقالها كتير جدا في مصر، فوق مهم. ال7 سنين، بس لسه مش معروفة. فانا مطلوب مني ان انا بشغل بقى بنات تحتي وكده، فانا محتاجه ان انا اتعلم التسويق عشان اعرف ازاي، بمعنى اصح ادير، يعني ابقى القائد بتاعهم. طب ازاي وانا اصلا مش فاهمه التسويق كويس؟ مهم. وثانيا انا معروض عليا بصراحه ان امسك براند معين، بن، امسك صفحاته واعمل له تسويق. بن صح؟ انا اه، سمعت. بن. اوكي اوكي ماشي. ده بصراحه البراند ده كان من ضمن الاسباب ان انا اخد الكورس، عشان اعرف ازاي اسوق اصلا، يعني ازاي امسك صفحه كامله واعرف اعمل له فيديوهات واسوق له المنتج صح. مم. مم. هايل هايل يا نورة. عايز تعملي ايه بعد الكورس؟ بعد ما تعلمي بقى كل حاجة وتطبقي، عايزة تعملي ايه؟ عايزه اشتغل في التسويق، يعني همسك البراند كله، همسك الصفحه واقدر اسوق لها كويس جدا، هو براند برضو معروف.
مم. تمام. فانا بالنسبه لي دي فرصه اكيد، يعني قليل جدا اللي بيجيله. فانا طبعا. بصراحه عايزه اتمسك بيها جدا، بس عايزه انجح، يعني عايزه اعمل حاجه تبقى معنى اصح كويسه جدا، ان هو كان مدي البراند برضه لشركه تسويق. مم. فهم. قولي لي يا نورة، شايفة من وجهة نظرك مم. تطبيقك على الفوطة او على اسمها الاكوي، انك تطبقي مشروع التخرج بتاعك عليها اسهل، ولا على البراند بتاع القهوة اسهل؟ نفسي اطبق في الاثنين اكيد يعني. ابقى لا، طمعانه في الحته دي. لازم تختار. ما هو ده التشتت، هتختار الاثنين هتتشتتي، مش هتعرفي تعملي حاجة خالص، يبقى انك هعمل كمان في البن، شغالة. يبقى هختار الصفحه، هختار البن. تختاري البن. لان انا كده كده عندي جروب وببيع فيه اللي هي منتجات اكوي. لا، مش قصدي، سيبك من ده، انا بتكلم انت حجم معرفتك وخبرتك بالبراندين انهي الاكتر؟ البن طبعا، لان معرفتك البن معروف. اه. انت عارفه حاجات كتير على البن اكتر من الفوطه. لا، لو بالنسبه للمعرفه لا، فانا هختار الفوطه طبعا، لان انا عرفتها خلاص، شغاله ايوه، فيها بقالي فتره كبيره. ده اللي انا قصدي عليه، انا بتكلم على معرفتك انت، انت خبرتك انت في المنتجات، انهي منتج اكتر، ده اللي قصدي عليه، او انهي براند اكتر. لا اكيد طبعا الفوطه، لان انا اتعلم خلاص، بقيت خلاص بعرف ازاي برضه ابيع حاليا يعني. وانا شايف انك تشتغل على الفوطه اكتر من البن، لسبب بسيط، مم. لان الفوطه اصعب. ماشي، بس انا حابه بصراحه، انا حابه ان انا امسك الصفحه، يعني انا برضه حابه البن. براحتك. لا لا، انت مش فاهماني. ايوه. انا مش بقول لك، مش بجبرك على حاجه، انا بقول لك ايه الانسب في الوضع الحالي. اولا، مم. انت عندك الخبره الاكتر في البراند بتاع الفوطه، تمام، عندك اكسبيرينس وعندك نوليدج اكتر من البن، صح كده؟ ايوه اكيد طبعا. بعت الفوطه دي كتير، فبقيتي كمان عارفه مين هو البيرسونا بتاعتك، او مين هو عميلك المستهدف، واحتياجاته ومتطلباته وكلامه وردود افعاله وهكذا، صح كده؟ ايوه طبعا. فطيب، فكل دول يأهلوكي انك تطبقي كمشروع تخرج على المنتج او على الفوطه. وكمان هيديكي مساحه انك تطبقي مش بس جوه الكورس، او مش جوه الرحله بتاعتنا، لا، ده انت كمان هتطبقي جوه البراند اللي انت شغاله عليه، فهتقدري تشوفي النتائج لايف، فدي برضو فرصه اكبر واحلى. طيب، انت معاكي تيم زي ما انت بتقولي في موضوع الفوطه ده. ايوه. ايوه. طيب، ما انت التيم ده لازم تبقى انت عارفه، لو انا هيبقى معايا تيم تسويق، وخدي بالك في فرق بين تيم التسويق وتيم المبيعات الاونلاين، وهشرح ايوه لكم طبعا. في الكورس، لازم تكونوا مم. فاهمين. التيم ده انا المفروض اوزعه، يعني اديله مهام ايه، يعني مين ياخد تصميم، مين ياخد محتوى، مين ياخد اعلان ممول او ميديا باينج، مين ياخد سبيشالست ويبدا يعمل بابلش، مين يبقى مودريتور وبيرد على الناس، مين يبقى بيشتغل استراتيجيست وبيبدا يشوف السوق فيه ايه والناس بتتكلم ازاي والمنافسين بيعملوا ايه. انت معاك تيم هتوزعيه، صح كده؟ فانت هنا ايوه. عندك باور اعلى بكتير من البن. ده رايي، لو انت عايز تشتغل على الاثنين، انا بنصحك اشتغل دلوقتي الفوطه على الاقل كام محاضره، وبعدين بمجرد ما تفهمي وتبداي كده خلاص مكنه المخ تبدا تشتغل في الماركتنج، هتبداي ايه؟ لا، طب ما انا ممكن اشتغل على الاثنين، وهنا ايوه. هحييكي، يعني هسقف لك انك هتشتغل على الاثنين مع بعض في نفس الوقت، وهقول لك تابع معايا وابعتي لي كل حاجه اول باول عشان اشوف هو انا معاك. اقدر اصلا بالكورس ده اقدر امسك صفحه واعرف حلو اسوق السؤال، لها؟ حلو قوي قوي السؤال ده. بصي، مم. الكورس ده بيعلمنا 5 حاجات. الحاجه الاولانيه ازاي افكر ماركتنج عشان اكون ماركتنج استراتيجيست. الحاجه الثانيه ازاي اكتب محتوى. الحاجه الثالثه ازاي اعمل ديزاينز باستخدام كانفا زي اللي قدامكم ده. الحاجه الرابعه ازاي اعمل ازاي ادير المنصات والصفحات بتاعت الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. الحاجه الخامسه والاهم، ازاي اعمل اعلانات مموله بطريقتين، الطريقه الاولى هي البسيطه من خلال موبايلي، والطريقه الثانيه هي الاحترافيه من خلال الديسك توب او من خلال المنصه بتاعه ادز مانجر. تمام. فال5 حاجات دول انت بتتعلميهم في الكورس، بتخرجي متعلماهم. بتقدري تعملي ايه؟ تقدري تمسكي براند صغير او براند متوسط، تقدري تديري فريق، تقدري تعملي حتى بروجكت لنفسك صغير وتديريه فروم اي تو زد من خلال الاونلاين بيجز او من خلال الصفحات الاونلاين. تمام، شكرا جدا لحضرتك. بس السؤال هو انا اقدر دلوقتي اعمل حضرتك بتعلمنا برضه نعمل فيديوهات وكده؟
اي براند. بعلمكم تعملوا فيديوهات على كاب كات، ازاي تستخدموا كاب كات. تمام. وايه الفرق بين الكاب كات العادي والمدفوع، زي ما في على كانفا عادي ومدفوع. بعلمكم تعملوا فيديو صور على جيميناي. وكمان نعمل صور ونعمل كمان فيديوهات على جيميناي. لكن الفيديوهات بقى يعني اللي هي ايه، الفيديوهات اللي هي المونتاج، لا ده كده دي اصلا وظيفة تانية، مش وظيفة الماركتير. ايوه تمام. المونتاج مش وظيفة ماركتير. المونتاج وظيفة الاديتور اللي هو بيعمل مونتاج في ريل ميكنج او في صناعة المحتوى المرئي، اللي هي زي الفيديوهات القصيرة. بس ممكن اعمل فيديو قصير يعني لاي منتج، فوطه الكلام ده، طبعا، ممكن اعمل فيديو طبعا، ليه. طبعا. هناخده وننزله على الاي اي، او هناخده ونديه الاي اي ويبدا يساعدنا في ده. طبعا هنتعلم ده. تمام، شكرا جدا لحضرتك. الله يكرمك. اتفضل يا صفتي. واسمح لي اقول لك يا صفتي بقى، عشان مش هفضل كل شويه اقول ايه محمد الصفتي، خلينا صفتي كده على طول. لا، هو ده الاسم الشهرة بتاعي اصلا. طيب تمام، اتفضل. هو ده الاسم الشهرة. هو الافضل الفيديوهات المعمولة بالذكاء الاصطناعي، ولا الفيديوهات المعمولة بايدي، مونتاج بايدي؟ الاثنين. بيقول لك ان يعني الاثنين. بيقول مثلا ان الفيسبوك لما بيلاقي الفيديو مصنوع معمول بالذكاء الاصطناعي لا ما لا لا بيدلوش اهميه. الكلام ده لا بنسمعه كتير. لا 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 لا، مفيش الكلام من ده خالص، عادي جدا. الاثنين ليهم استخدامات، كل حد في طريقه. يعني كل حد ليه طريق في الاستخدام. حد او يعني الاي اي فيديوز بتديني اهداف معينه. تمام. والريل فيديوز بتديني اهداف تانية خالص. طيب، انا ممكن في الاي اي عندي طريقين، اني استخدم او اني مثلا اخلي المنتج بتاعي بيتحرك او بيتكلم، او الحاجات الجميله بتاعت الاي اي دي، نوع من انواع الانجيجمنت كونتنت او الانترتينمنت انجيجمنت كونتنت، المحتوى التفاعلي الترفيهي. تمام. مثلا في حالتك انت، في حاله المنتجات المنزليه، مثلا ممكن تجيب منزليه. بطاطس بتتكلم مثلا. تمام. فقشرة البطاطس دي تبقى ظريفة أوي. ممكن نقول إيه مثلا، أنا بقشر البطاطس بسرعة أسرع من أي قشرة تانية، وعمر الشفرة بتاعتي 10 سنين، بفضل حامية، مفيش بطاطساية بتقف قدامي، وسعري أرخص من وجبة عشاء مثلا يعني. فاللي عايز يشتري يبعت لنا على الصفحة، على مثلا السوفت ستور على سبيل المثال. طب حاجة زي كده أنت هتعملها إزاي ريل؟ مش هتحصل، او هتبقى مش حلوه. لكن لو انت مثلا عندك جايب انت المنتج ده دروب شيبنج، او جايبه من عند مورد، فالمورد ده مثلا مديك المنتج وبعت لك شويه فيديوهات صيني بتاعه المنتج ده، او بتاعه قشره البطاطس. فانت ممكن تبدا تاخد بقى الفيديوهات دي، تقطعها، تخليها مثلا فيديو قصير مدته 15 20 ثانيه، وبتوري الناس بتوري الناس مراحل تركيب ماكينه تقطيع البطاطس دي مثلا، وازاي بتبشر بسرعه. ممكن تحط عليها صوت بالفويس اوفر، بمثلا موقع زي 11 لابس، ويبدا يعني يشرح ايه اللي بيحصل بعد ما نطلع سكريبت طبعا. او ممكن لو انت تشرح بصوتك، وفي اخر الفيديو بتحط السي تي اي او كول تو اكشن، انك تقول للناس اشتروا من عندي وهكذا. ف طب ف واحنا هل محتاجين ان اه احنا الواحد مثلا في كورسات كتيره معروضه مثلا الايام دي اللي هو الذكاء الاصطناعي يعني عشان اعرف اوظفه معايا في التسويق؟ هل ده افضل ولا الحاجات دي بتيجي مع الوقت احسن؟ مش وقت. ايوه بالظبط كده. انا بص، انا مش من انصار ان اخد كورسات كتير، بس عشان نتفق، رغم ان شغلي هو اكل عيشي، بس انا مش من انصار ده. انا من انصار اني اخد كورس، اتعلم، او اتعلم الكورس ده اطبقه. بمجرد ما ابدا اطبقه واشرب كل حاجه في الكورس ده بتحصل، هلاقي نفسي انا بقول ايه، الله، طب انا عايز احرك الصوره دي، ابدا ادور. طب انا مش عارف، طب انا عايز اتعلم هندسه الاوامر بتاعه الاي اي، هنا ممكن محتاج اخد كورس مثلا. تمام. فهي الفكره كلها، كلكم دلوقتي في مرحله، كان لسه ما اتعرفتش على ملوك صالح، هتعرف عليها دلوقتي ان شاء الله. فكلكم دلوقتي في مرحله ايه، في مرحله البري. ايه هي مرحله البري يا جماعه؟ اللي هي مرحله الستارت، البدايه. انا لسه بقول بسم الله، انا مش فاهم حاجه في المجال بتاع الاونلاين ده، فانا محتاج افهم، محتاج حد يفتح لي البوابه عشان اعرف ادخل من البوابه دي واشوف العالم اللي جوه ده فيه ايه. لو انت النهارده داخل البوابه دي اللي هي عالم التسويق الالكتروني بقوه دافع شديده، اللي هي مجموعه كبيره من الكورسات، انت هتلاقي نفسك برضه متشتت ومتلخبط. فانا بقول ايه، لا تعالى خد كورس،
وبعدين ابدا اطبق اكورد 3 شهور، وابدا اشوف نفسك انا محتاج اخد كورس تاني ادفانسد اعلى من كده، ولا محتاج اراجع على على الاولاني لو انا الاولاني ده معايا ماتيريال ليه او معايا تسجيل ليه فممكن اراجعه تاني، ولا انا محتاج اخد حاجه جديده في اتجاه جديد انا اكتشفت اني محتاجها. ما تقررش من دلوقتي، وحتى ما تفكرش في الموضوع ده من دلوقتي. اظن انت راجل مدرس وعارف كويس انك لما بتيجي، انت حضرتك مدرس لغه عربيه ولا مدرس ايه؟ ده كمبيوتر. طيب انت مدرس كمبيوتر، دلوقتي لما كنت بتعلم العيال في اعدادي يعني ايه هي مدخلات الكمبيوتر، غير لما تعلم العيال في ثانوي ازاي يسطبوا نسخه، صح كده؟ ازاي يعملوا مش عارف ايه في الجهاز. فكل واحد ودي المرحله بتاعته، بس في الاخر ما حدش ينفع يخش مرحله رقم 3 غير لما يكون عارف ايه هي الاساس في مرحله رقم 1، صح كده؟ فاحنا اكيد طبعا، حاليا اكيد. فاحنا حاليا في مرحله رقم 1، مش عايز انط اللي بعد كده، عايز اخلص ده بس الاول، عايزكم انتوا تطبقوا ده الاول، لان خدوا بالكم مرحله 1 دي فيها كتير قوي، وانا اظن انكم هتكتشفوا حاجات كتير ما كنتوش تعرفوها عن التسويق ولا عن الاونلاين، وفي التطبيق باذن ربنا اللي هنطبقه برضه هتكتشفوا انتوا ما طبقتوش الكلام ده قبل كده بالطريقه دي. مش شكرانا في شيء، ولكن لان ده الطبيعي. انا بالمناسبه انا دايما بقول على نفسي، ويمكن خشوا عندي على السوشيال ميديا هتلاقوا الريفيوهات بتاعت الناس، انا ما بقدمش حاجه يعني ما بقدمش محتوى جاي من الفضاء، انا بقدم محتوى موجود في اي حته، لو عملنا شويه سيرش هنلاقيه. انما السر في طريقه التقديم، طريقه الطرح، طريقه الشرح، طريقه الربط ما بين الاسئله وما بين ال الامثله، هي دي كل القصه. فادوا لنفسكم وقت، وما تضغطوش على نفسكم، واحكموا بعد ما تخلصوا هل احنا محتاجين ناخد ادفانسد ولا محتاجين نطبق. اتفقنا يا صفتي؟ تمام. اوكي. نورا انت عندك سؤال انا عارف، بس خليني اسال ملوك، يعني اتعرف على ملوك الاول وبعد كده ارجع لك تاني لو سمحتي. ملوك سامعاني؟ ملوك يا ملوك انا مش سامعك، انت فتحت المايك بس انا مش سامعك. ايوه. اهلا اهلا، ازيك يا ملوك، عامله ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. بص انت داخله متاخر، فكان عندنا شويه تعليمات بسيطه كده، يمكن 10 دقايق ولا حاجه، ممكن تبقى تشوفيها في المسجل. احنا المحاضرات دي كلها بتبقى لايف زي ما انت شايفه، وبتتسجل، والتسجيل بتاعها بيكون موجود على لينك الدرايف اللي موجود في الواتساب. طيب تمام. انا عايز منك تعريف 3 حاجات: اسمك الاول، وبتعملي ايه دلوقتي، وهتعملي ايه بعد الكورس. تمام. انا اسمي ملوك صلاح رسمي. حاليا انا شغاله في قسم السوشيال ميديا لموقع اخباري، هايل. وخريجه اعلام. انا عامه انا عندي مشكله في حوار الماركتنج من زمان، مش درسته قبل كده وخايفه منه، انا خايفه اخوضه اصلا، يعني بحس ان ليه ناسه من الاخر، فاهمني؟ مهم. فانا دخلت مثلا اعلام، دخلت قسم اذاعه وتلفزيون، فهو بعيد كل البعد عن الماركتنج اصلا. فدرست جرافيك ومونتاج، وكنت مم. اول في يوم وحسيت نفسي وصلت لمرحله جامده، بس بقيت قدام وانا بشتغل كان بيتعرض عليا ان انا امسك رئيسه قسم السوشيال في كذا موقع، بس انا مش شايفه نفسي فاهمه جدا في حوار الماركتنج والحاجات دي، لان الصفحه عندنا مش ان احنا مثلا بنعمل ديزاين ونرفعه وخلاص، احنا بنمسك الصفحه كامله، فده بيبقى من اللي ماسكه رئيس القسم عامه. مم. فلما اتعرض عليا كذا مره، يعني انا ضاعت مني كذا فرصه بسبب ان انا ماليش في الماركتنج قوي، او خايفه مم. ان انا اخد فيه او ادخل فيه. مم. فلما جات لي فرصه في شركه زي رايا، جالي فرصه ان انا اشتغل في الماركتنج هناك، فانا ما رضيتش اروح لان انا ما بحبش اروح مكان مش عارفه اي حاجه وهيبقى شكلي وحش من الاخر. مم. فانا قلت أنا مش هقعد اخوف نفسي وهقعد ابعد ابعد ابعد، هو مش عفريت في الاول وفي الاخر، فانا حابه ادخل الموضوع لان حابه ادخل مجاله. مم. فلقيت كذا فرصة بتجيلي ناحية الماركتينج والديجيتال ماركتينج والكلام ده، فالفرص بتضيع، فأنا حبيت أدخل الموضوع، قلت يمكن أكون كويسة فيه، أو أنا أبقى أحسن، يعني يبقى في حاجة كويسة وأنا معرفش. مم. فقلت أخد الخطوة وآخد الكورس. اهلا يا ملوك. أهلا بحضرتك. يعني احنا معانا صحفيه في الدفعه دي او في الراوند دي، معانا صحفيه. مم. اه انا بخاف من الصحفيين أوي، رغم ان انا كنت صحافه زمان، بس انا لا لا، أنا بخاف. طيبة جدا. طيب يعني عايز اقول لكم على معلومه مهمه قوي 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 قوي، مش عارف انتوا ملاحظينها ولا لا.
ودي بسم الله الرحمن الرحيم كده في الماركتنج لازم نعرفها. نور انت عندك سؤال هجيلك حالا، بس في نقطه اثارت انتباهي جدا، ان الانتيتي او النوايا بتاعتكم انتوا الثلاثه ماركتنج. يعني ايه؟ يعني انتوا عندكم اصلا نوايا ناحيه انكم تتعلموا ماركتنج، ومش بس نوايا، اهداف. وده ان دل فيدل عن الماركتنج اللي اتعمل لكم او الماركتنج اللي حصل اونلاين للراوند دي عشان تتجمع هو حصل صح، جاب ناس عندها فعلا نيه او عندها فعلا احتياج مباشر لكورس التسويق الالكتروني. فدي نقطه اثارت انتباهي جدا. عادة الراوندات اللي بدربها عادة الشباب بيبقوا صغيرين بيدخلوا المحاضرة مش عارفين هم عايزين ايه، هم عايزين يتعلموا تسويق عشان سمعوا تسويق، لكن اهداف لا. ودي من الراوندز القليلة اللي انا دربتها الحقيقة، اللي اصحاب اللي المتدربين بتوعها بيبقى اهدافهم واضحة. يعني انا عايز اخد كورس عشان كذا، انا عندي كذا، انا عندي فرصة كذا، او انا عندي سابق التجربة في ان انا دخلت هنا بس للاسف هنا ما كانش مناسب عشان ما كنتش انا كفرد مناسب، او انا ما كنتش مؤهل لحته الشغل في الجاي. فانا مبسوط جدا بيكم ما شاء الله، متوقع ان دي هتكون راوند تكسر الدنيا وتعملوا شغل هايل ان شاء الله اثناء وبعد الكورس. طيب تاني احنا معانا نورة الوكيل. نورة في يعني مسؤوله معانا في شركه او دي اس، وهي حاضره معانا او هتحضر معانا بقى المحاضرات كلها كضيف شرف كده ومنورانا يعني. فاهلا يا نورة. طيب نورة مجدي، اتفضلي يا نورة، انت كان عندك سؤال رفع ايدك من بدري. انا كان عندي سؤال بخصوص الفيديوهات. انا بالنسبه لي بشوف الفيديوهات اللي هي الذكاء الاصطناعي باينه قوي، تبقى فيك قوي بصراحه ومش حباها. يعني انا في كذا حد اه تمام بتدي الفورورد بس بالذكاء الاصطناعي هي باينه جدا، يعني انا مش حابه كده، يعني انا حابه اتمكن من الموضوع، مش اللي هو باين قوي ان الحوار فيك. طيب بصي خلينا نتفق اتفاق. الذكاء الاصطناعي يبان ان هو سهل الاستخدام، لكن في حقيقة الامر الذكاء الاصطناعي مكلف جدا عشان تطلعي منه نتيجة ترضيكي. طيب انت النهارده مثلا انتوا اكيد شفتوا الفيديوهات بتاعت الفواكه اللي بتتكلم واعضاء الجسم اللي بتشتكي والحاجات اللي دي. حد شاف فيديوهات زي كده قبل كده؟ اه كتير. اه كتير. شفت يا نورة حاجة زي كده؟ صفتي شفت حاجة زي كده؟ ايه؟ كتيرة مظبوطة عشان معمولة كويس، مكتوبة ايوه، برومبت كويس. برافو، مظبوطة عشان معمولة كويس ومكتوبة كويس. السؤال بقى هنا المهم، هي اتكتبت كويس واتعمل كويس بقت ايه؟ دي نقطة مهمة يا جماعة لازم تبقوا عارفينها. ان اولا الحاجات دي كلها بتاخد وقت طويل جدا، ومش مره، دي اكتر من مره عشان اقدر اطلع بالنتيجه اللي تكون مرضيه. تمام. فيمكن يا نوره انت يعني اللي قابلتيه في حياتك او اللي قابلتيه في الاي ايز، في الفيديوز اللي انت شفتيها يمكن ما كانوش افضل حاجه. لكن انا معايا لا، في فيديوهات بتبقى كويسه طبعا اللي بتعملها دكتوره امينه وهي فلبينيه اللي صاحبه الشركه بتاعت ايكواي، دي فيديوهات تمام مقبوله. انما في فيديوهات هنا بيعملوها هي باينه قوي انها فيك، باينه جدا، وانا مش حابه اعمل كده. يعني حابه الحاجه انها تبان كويسه، خصوصا ان انا لو مسكت البراند البني مش هينفع خالص يطلع الفيديو يعني باين قوي انه ذكاء اصطناعي. انه مضروب. طيب هو بالمناسبه يعني تاني عايز اقول لك على حاجه، ان لما كنت بقول لكم الفيديوهات مكلفه بمعنى ايه؟ بمعنى انا النهارده عندي مثلا موقع زي سي دريم مثلا. خلاص انا اجيب لكم كده الموقع بتاع سي دريم ده. سي دريم احسن واحدة. في سي دانس طبعا 2 اهو، سي دانس 2. خليني اعمل معاكم شير. شوفوا انتوا خدتوني في حته وانا لسه عايز اعمل اوريكم البرزنتيشنز بقول لكم انتوا مجموعه. مثلا زي ده على سبيل المثال كده. سي دانس مثلا لو جينا دخلنا في البرايسنج، بص مثلا البرايسنج بتاعه بكام، بيبدا من كام مثلا في الشهر دي كده الانولي اهو في الشهر مثلا $30. خلاص. طيب $30 دول انت بتاخد بيهم 1200 كريدت. طيب ال 1200 كريدت دول بيقدروا يطلعوا لي قد ايه؟ تقريبا الفيديو الواحد بيكلفني رينج
ال 50 كريدت. فانا النهارده الفيديو ما بيظبطش من مره، لا محتاج مره واثنين وثلاثه. عشان كده بقول لكم موضوع مكلف. انا ممكن النهارده اخلص الكريدت ده في 10 ايام، اللي هو كريدت 1200 اخلصه في 10 ايام، واضطر ان انا اشتري تاني عشان اطلع بفيديو مظبوط. طيب عندي مثلا ويب سايت تاني زي طبعا جيميناي وفلو. خلينا نجيب لكم فلو الاول، بعد كده جيميناي. فلو لو دخلت كده عليه اهو، ويب سايت فلو بتاع جوجل، اشهر ويب سايت واكبر ويب سايت بيعمل اي اي، وكله بيعمل فيديوز اي اي، وكله تقريبا بيقلد منه. تمام. لو جينا كده بصينا هنا، فتحنا طبعا مكتوب هنا جنب ال مكتوب هنا جنب يعني مثلا لو هتلاحظوا مثلا ايه، ده كان فيديو اتعمل قبل كده لشركه، انا كنت عملته من عندي، اسمه سي جي اي اهو. تعالى كده اهو، بصوا كده عامل ازاي. على سبيل المثال يعني، على سبيل المثال يعني. تمام. طيب مثلا انا النهارده عشان اطلع فيديو زي ده، ممكن يكون في مشكله مثلا ان اللوجو مش باين ان هو مربوط، او مش باين ان هو جه من اول للشاشه لاخرها، فهعيد تاني. طب كل الكلام ده بياخد من الكريدت بتاعي والرصيد بتاعي. انا لو جيت هنا بصيت يقول لي انت معاك 200 كريدت، او 200 نقطه يعني، اقدر ان انا اطلع بيهم الفيديوهات. طب الفيديو الواحد بيكلفني كام؟ الفيديو الواحد بيكلفني فرنج فرنج ال 20. نرجع كده باك، مشروع جديد. لو جيت بصيت هنا كده فيديو اهو، انا هنا لو جيت طلعته الفيديو الواحد، عدد الوحدات اللي تستهلكها عمليه الانشاء 40 كريدت في المره. تمام. هيطلع لي فيديوهين. طب لو قلت له فيديو واحد 20 كريدت، يعني ال 200 كريدت دول يعملوا معايا كام فيديو تقريبا يا جماعه؟ تقريبا 10 فيديوهات عشان في الشهر. وبالمناسبه انا بلس، لو هتلاحظوا بلس دي يعني برو، يعني مدفوع. فانتاج المحتوى بالاي اي يكاد يكون سهل ليكم، او يكاد يكون سهل اللي احنا بنشوفه، لكن هو غالي جدا، بيكلفنا كريدتس كتير جدا. فعمر ما بيظبط من اول مره، عمر ما بيظبط من اول مره، لا محتاج مره واثنين وثلاثه وعشرة. تمام. فعندنا هنا سي دريم، او سوري سي دانس، بيطلع لي اي اي فيديوز. وعندي هنا فلو طبعا بيطلع لي اي اي فيديوز. ومن هنا كمان اقدر اشوف المكتبه، لا سوري، التي في بتاعت التي في دي اللي فيها ايه بقى، اللي فيها الافكار وفيها خليني كده اوريكم مثلا، زي فلو تي في كده. لو دخلنا عليها برضه، خلينا ابعت لكم اللينك ده على جروب. لحظه واحده. فين الجروب بتاعكم؟ اهو ده ده فلو مثلا. اوكي. كل دي افكار الاي اي، او كل دي افكار فلو بيعملها. ايه رايك في ده يا نور؟ شفت الفيديو ده اهو، بتاع الشجره اللي بتتحرك دي؟ ايوه شفته. ده اي اي، ده كمان اي اي. اظن مش باين خالص ان هو اي اي، صح كده؟ لا مش باين، بس في فيديوهات حرفيا بتبقى باينه بطريقه بايخه. ده حقيقي. ده طبعا في كتير، وفي اكتر من كده كمان. انا عايز اوصلك نقطه، ان الفيديوهات كل ما كانت الكواليتي بتاعتها عاليه، يعني زي كده مثلا، بص ده اي اي، ده باين ان هو اي اي عندك. لا. ده اي اي معمول بفلو بتاع جوجل، بس زي ما اقول لك مكلف. اهو ده اي اي، يعني منطقيا اي اي، لان البتاعه دي كلها مش تبقى في المايه لوحدها، صح كده؟ ايوه فاللي انا فاهم. عايز اوصله لك تمام. اللي انا عايز اوصله لك بالاختصار يعني، ان اقدر اعمل من الاي اي حاجات يعني قرب رياليستيك، قرب الواقعيه زي دي كده. طب بس بتاخد مني ايه؟ بتاخد مني بتاخد مني مجهود، وبتاخد مني كريدت، وانا لازم اكون فاهم ده. يعني بصوا هنا، فكره تي في دي جميله قوي في ان انت تحت كل فيديو ده البرومبت، ده الامر الهندسي بتاع، او ده الامر بتاع الاي اي اللي يخليني اقدر اطلع فيديو زي ده اهو. كل واحده من دول ممكن اقول له هنا هايد برومبت
كده خفالي البرومبت بتاع الصفحه دي او بتاع الفيديو ده، ولكن هو موجود هنا. طيب الفيديو ده مدته قد ايه؟ 8 ثواني. فانا محتاج ان انا عشان اقدر اطلع مثلا فيديو مدته مثلا 15 ثانيه، فلازم اعمل فيديوهين ورا بعض اثبت الشخصيه اللي فيه واعمل ده. بعمل ده مثلا من هنا كرييت ويز فلو، وابدا اقول له نيو بروجكت، احط له البرومبت اهو، مثلا اهو ادي البرومبت اهو. اخد ده مثلا كده، ناخد اللي جاي ده اهو بالشكل ده، واقول له هنا كده تمام، واقول له فيديو واحد بالشكل ده مقاس 9 ل 16. 9 ل 16 ده اللي هو مقاس الستوري. بالمناسبه لازم تكونوا فاهمين، بما اننا هنشتغل ديجيتال ماركتنج لازم نبقى عارفين المقاسات. 9 ل 16 ده اللي هو مقاس الريل الستوري، و16 ل 9 اللي هو المقاس العرض بتاع اليوتيوب. تمام. وبيقول لي هنا الاطار ولا مواد العرض. لا انا اقول له هنا مواد العرض، وهقول له هنا جنريت. تعال نشوف هيطلع لنا برومبت عامل ازاي اهو. بيجنريت معانا وبيولد معانا او بيطلع معانا الايه، الفيديو. لحظه واحده بس خليكم معايا، انا راجع لكم حالا. لحظه واحده، خلي ده قدامكم هنا. طيب موجودين يا جماعه؟ معلش معاكم تاني. شكرا يا نور. بص الفيديو طلع عامل ازاي، تعالوا كده نشوفه سوا. سامعين صوت؟ في صوت واصل لكم من الفيديو؟ ممكن بس حد ياكد لي كده، يفتح المايك ويقول لي في صوت. لا. لحظه واحده، لحظه واحده. خليكم معايا دقيقه واحده، نعمل ريشير تاني. ايوه allow اوديو. دلوقتي بصوا كده، في المفروض في صوت كده زي كأنه صوت ناس كده ورا او باك جراوند خفيف. بصوا كده بدأ يتسمع. طيب مش مشكله، هو مش باين قوي على كل. بالظبط كده. بص بقى من هنا ممكن اقول له ايه، مد الفيديو اهو. اهو قلت له ايه، مد لي الفيديو ده يا عم الحاج. عندي هنا في الكاميرا اقدر اغير كمان الكاميرا اللي خليها شمال مثلا، يجنريت كل بقى حركه. كل حركه من دي او كل اكشن بعمله بياخد مني فلوس، بياخد مني كريدت. يعني بص اهو نزل اخد مني، عشان دلوقتي بعمل فيديو كمان، فاخد مني 40 كريدت، 20 في 20. فده النور اللي كنت بقول لك عليه. انا بس حبيت اوضح لك ده بمثال حي. وصلتك كده؟ ايوه فهمت. حضري فلوسك بقى. عايزه اي حضري فلوسك، ومش غاليه على فكره. يعني تعالي كده بص نقول له على الترقيه. لو قلنا له كده رق لنا يا سيدي الكلام من ده، ايوه بكام بقى في الشهر؟ مثلا هو عامل لي هنا اوفر اهو، 349 جنيه في الشهر بدل من 700 جنيه، لمده 6 شهور. وبعد كده هدفع 700 جنيه كل شهر. باخد قد ايه؟ رصيد شهري بقيمه 1000 كريدت
يمكنك كل شهر ينزل لي 1000 كريدت. اظن مش وحش 1000 كريدت ب 700 جنيه في الشهر، بس لازم يبقى معانا فيزا، سوري كريدت كارد ولا ايه، سوري مش فيزا، كريدت كارد. بصوا احنا كنا قلنا له خليه من ناحيه الشمال، تعالى كده نشوف الفيديو عامل ازاي. جاب الكاميرا من ناحيه، ما حركوش حاجه. الاولاني طبعا التفاصيل مرعبه، وده التاني واقف زي ما هو، عشان احنا ايه ما كتبناهوش برومبت بشكل كويس. على كل احنا بس بنعمل تجربه سريعه، لكن ايه في التفاصيل بتاعته او لما نيجي نبدا نشتغله نكتب له برومبت بشكل افضل ويطلع لنا حاجات احلى. طبعا هنا في نماذج كتير مختلفه، في هنا اللايت اللي هو الخفيف، في هنا الفاست اللي هو السريع، في هنا اللايت، في هنا الكواليتي اللي هو العالي. طبعا كل حاجه من دول بيكون يعني الكواليتي ده بيطلع لي الفيديو الواحد ب 100 كريدت، الفاست تقريبا كان ب 40 كريدت، ب 20 كريدت، واللايت ب 10 كريدت. تمام. طيب ده كده يعني ايه سريعا كده الفيديوهات الاي اي ممكن تعمل ايه. ممكن ادخل له صوره مثلا، تعالوا كده اوريكم حاجه ظريفه تاني. ممكن هنا مثلا نقول له كده هنا ونقول له اطار، صوره البدايه ممكن نحطها صوره المنتج، وصوره النهايه ممكن نختار صوره منتج تاني او صوره او صوره لشكل نهائي من المنتج، نخلي جيميناي يطلعه لنا وهو يبدا يحركه في النص. يبدا يحرك بقى الكاميرا بتاعته ويبدا يحرك العناصر بتاعته والتكوين. ادي صوره البدايه وصوره النهايه زي الفيديوهات بتاعت ال- الفيديوهات بتاعت الصابونه وازازه الزيت وهكذا والحاجات دي. فبنجيب صوره للازازه قبل وصوره نهائيه بعد، والنص اللي في النص ده هو الاي اي بيبدا يحركه وبيبدا يكون لي شكل الفيديو. طيب تعالى بقى نخش في موضوعنا وفي شغل بتاعتنا، ونبدا نتعرف على حاجه حاجه. هنروح على الكانفا كده. اوكي، شوفوا يا اساتذه، عشان انجح في التسويق الالكتروني محتاج، هنرجع للصفحه دي تاني عشان عايز اقول لكم فيها حاجه. نعرف الاول ايه هو التسويق الالكتروني. التسويق الالكتروني بمنتهى البساطه هو اي نشاط تسويقي بيتم اونلاين بهدف تحقيق ارباح او توصيل رساله. وخدوا بالكم، تحقيق ارباح او توصيل رساله. طيب تحقيق ارباح انا بعمل ايه او هدفه ايه؟ هدفه المبيعات. يعني انا ببدا اعمل ماركتنج عشان اتعرف واتشاف والناس تعرف منتجي او خدمتي، تمام، او اللي بقدمه بشكل عام، ويبداوا يسالوا عن الحاجه بتاعتي دي، السعر والمواصفات، وبعدين يبدا دور المبيعات. يعني في فرق ما بين التسويق والمبيعات. التسويق بمنتهى البساطه هو ان كاني كده واقف في ميدان عام بزعق للناس وبقول يا جماعه يا اخوانا اللي هنا، انا ببيع منتجات منزليه، انا ببيع صبانات، وببيع مطبقيه، وببيع معالق وهكذا. تبدا الناس تجي لي واحده واحده يسالوني بكام الصبانه، بكام مش عارف ايه، سعرها قد ايه، مواصفاتها، صيني ولا الماني. وكل عميل ليه مواصفات او كل عميل ليه اسئله غير التاني. يبقى المراحل بتبدا كالاتي: بعرف الناس انا بعمل ايه، وتبدا الناس تجي لي، فيبدا دور المبيعات. تمام. طيب في ناس كتيره جدا يقول لك يا عم ده فاشل في التسويق. ليه فاشل في التسويق؟ لان طريقه العرض عشان يجذب الناس ما كانتش كويسه، او ما كانتش جيده كفايه انها تخلي الناس يخشوا للمرحله اللي بعدها، اللي هي مرحله السؤال. والفنل ده هنتعرف عليه مع بعض، الفنل التسويق او القمع التسويق. طيب الجزء الثاني توصيل رساله، وناخد هنا او نستشهد بكلامنا هنا بزميلتنا ملوك. دلوقتي الصحف الالكترونيه على سبيل المثال دورها ان هي توصل رساله للمتابعين عن خبر معين او عن موضوع معين، بس دورهم يعملوا ده وبس. عشان كده هتلاقي
في كونسبت ظهر وبدأ يستخدم في الماركتنج اللي هو كونسبت الترند. طيب ليه كونسبت الترند بدأ يظهر؟ لأن هو معتمد على توصيل رسالة أيا ما يكن نوع الرسالة دي في الترند إيه، سواء كانت رسالة صح أو غلط، سواء كانت رسالة هادفة أو غير هادفة. في الآخر هو دور الترند ده أو دور البروباجندا اللي بتحصل دي إنها توصل حاجة معينة للناس. لذلك اتقلب مفهوم إن الترند بقاش، أو الشخص اللي بيعمل ترند أو المكان اللي بيعمل ترند هو جيد في عملية التسويق والمبيعات. وناخد بكلامنا نقطة مهمة، إيجابي وسلبي. بلبن في رأيكم جيد في التسويق ولا سيء في التسويق؟ ها مين هيجاوبني بقى؟ بلبن، أظن كلنا عارفين بلبن صح كده؟ طيب جيد في التسويق، ليه يا محمد جيد في التسويق؟ افتح المايك وقول لي، احنا عايزين نتناقش مع بعض، مش عايز مجرد رسائل لو سمحت. ليه بلبن جيد يعني في بيعمل التسويق؟ بيعرض المنتج بتاعه كويس جدا، بيعمل تشويق للمنتج، اعلاناته كويسه، حلو. بيعرف يوصل لزبون. شايف ان هو صادق في اللي بيقوله؟ صادق، صادق، جميل، حلو، عشان كده ده ناجح. رأيي. طيب ده رأيي. تعالى نسأل كده نورة وملوك، رأيكم ايه يا بنات؟ انا رأيي انه لا، هو مش صادق، هي بروباجندا بيعملها، حاجة ايوه جديدة، هي نفس الحاجة بالظبط، مع اختلاف حاجات بسيطة جدا، بس هي نفس المنتج. جميل. يعني هل هو بيعمل تسويق جيد ولا مش جيد؟ هو كتسويق جيد جدا، بس كمنتج عامة لا، يعني هو مش طب صادق في المنتج ده يعني وجهة. هو بيزعق حلو والناس بتتلم عليه صح كده؟ طبعا عشان الناس بتحب تجرب اي حاجة جديدة، وهو عارف كويس قوي يسوق في النقطة دي. جميل 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 جميل، شكرا يا نور. ايه رأيك يا ملوك؟ هو ناجح جدا في التسويق لنفسه، خصوصا في اسامي المنتجات اللي بينزلها، لكن كصادق لا، هو مش صادق خالص. مش هو مش صادق خالص، حلو. طيب يبقى ده ياخدنا لنقطة بعد كده مهمة جدا، اللي هي ايه بقى؟ اللي هو المثلث ده. هنرجع للي فات بس المثلث ده مهم، عايزكم تشربوا. بالمناسبة المثلث ده مش هو الفانل، مش هو قمة التسويق يعني، عشان بس ما تتلخبطوش. ايه هي مراحل التسويق يا اساتذة يا افاضل؟ 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الكرييتنج أو مرحلة الإنشاء. هنا في مرحلة الكرييتنج أو في مرحلة الإنشاء دور المسوق إن هو يبدأ يعرف احتياجات العميل ويشوف المنتج بتاعه اللي هو اوريدي بيسوقه هل بيسد الاحتياجات دي ولا لا. ولو وسدوا للاحتياجات أو تلبية رغبات العميل، هل الرغبة دي أو سد الاحتياج ضروري ولا رفاهية؟ يعني بلبن ضروري ولا رفاهية؟ ناخد المثال بلبن رفاهية. تاني. رفاهية، يعني لو مفيش بلبن حياتنا تكمل عادي صح كده؟ اه طب تمام. يعني خلينا هي نرفع جدا. نرفع ايدينا، نرفع ايدينا عشان ما شاء الله بنشارك مع بعض، ده الكلام جميل بس هنتلخبط، فنرفع ايدينا. هل لو مفيش بلبن يا صفتي حياتنا هتكمل ولا هتقف؟ اكيد هنكمل، هو رفاهيه جدا يعني. جميل. يبقى هو في كرييتنج، في كرييتنج، في نيد، لكن هي النيد دي بريوريتي ولا ان بريوريتي؟ يعني ضروري ولا غير ضروري؟ غير ضروري صح كده؟ لاحظ بقى نقطة، ان بتوع التسويق بتوع بلبن بيجوا في رمضان مثلا، ورمضان اللي فات هم ما عملوش كامبين، بس اللي قبلها عملوا كامبين وصلوا لك ان الحلو في رمضان ما يكملش من غير بلبن صح كده؟ ففي مرحلة الكرييتنج حول المنتج بتاعه من منتج غير ضروري لمنتج مهم في وقت او في سيزون زي رمضان. زي مثلا كوكاكولا لما كانت بتعمل كامبين بتاعت لما بتحلب كوكاكولا، هو عمل ايه؟ هو قال لك او وصل لك احساس في مرحله الكرييتنج او في مرحله الانشاء ان الفطار ما بيحلاش من غير لتر كولا على الترابيزه على سبيل المثال. طيب
يبقى هنا ذكاء تسويقي، اني قدرت اقلب رغبتك من رفاهيه لاحتياج اساسي، صح؟ طيب يبقى دي نقطه مهمه. نيجي نسال سؤال ليك يا صفتي، منتجاتك بتاعه الادوات المنزليه في الكرييتنج، هل هي ضروري ولا رفاهيه؟ ضروري. ليه ضروري؟ كل بيت بيحتاجها. لا، ده كده اكبر غلط. كل ما انت قصرت في المعلومه وفي الشرح، كل ما انت ما قدرتش تعمل تسويق صح. وده نابع من هنا، من عندك انت بتفكر ازاي، ودي نقطه خطيره بيقع فيها مسوقين. طيب بصوا يا اساتذه، حطوا الكلمتين دول حلقه في ودنكم، واحده يمين واحده شمال. التسويق بيعشق حاجتين، وانا بعملهم دلوقتي وهتاخدوا بالكم منها. التسويق بيعشق حاجتين. عارفين الحركه دي معناها ايه؟ اهي اللي عاملها في الكاميرا دي معناها ايه؟ كلام. اللت الكتير، مش مجرد كلام، اللت الكتير. التسويق بيعشق اللت الكتير. طيب بيعشق ايه كمان؟ التفاصيل. تاني، التسويق بيحب اللت الكتير، وبيعشق ان انا اروح في التفاصيل، اغوص في التفاصيل. النصيحتين دول قدام، خليهم قدام عينيكم، وركزوا في كل حاجه بتشتغلوها وكل حاجه بتشوفوها في السوق بشكل عام. هتلاقوا الناجح لتات طول الوقت قدامك، طول الوقت انت شايفه، طول الوقت بتسمعه كتير. طيب الناجح برضه في التسويق بيعمل ايه؟ هتلاقوه بيتكلم معاك في التفاصيل، بيبدأ يكلمك عن تفاصيل حياتك بالمنتج، او تفاصيل الخدمة بتاعته قد ايه هي مفيدة ليك وقد ايه هي هتأثر عليك. يبدأ يكلمك المور ديتيلز اكتر عن تفاصيل يومك، ويربط كل تفصيلة بممكن المنتج ده ينفعك فين في التوقيت ده، سواء كان يوم او شهر او سنة، سواء كان سيزون او مرحلة مؤقتة او دايمة، ايا ما يكون نوع المنتج ايه. هعيد لك السؤال تاني يا صفتي، منتجك او منتجاتك اللي موجوده عندك في الصفحه بتاعه الادوات المنزليه، شايف ان هي ضروره ولا رفاهيه؟ ضروره طبعا. بس ضروره هيرغي طبعا. يعني. ارغي الله، احنا جايين عشان نقعد ونرغي مع بعض. ايه الضروري؟ اكيد همسك منتج معين وابقى امسكه واوضحه ان ده استخدامه ايه هاي وضروره ازاي و و هاي. و و و قبل بقى ما كنت تجاوبني كنت تاخد خطوه ورب لورا، تقول لي ايه وربنا بقى؟ يخلي الجيميناي يدينا معلومات اكتر عن المنتج بكتير. ماشي ماشي. قبل ما كنت تجاوبني كنت تاخد خطوه لورا، تقول لي يا عمرو، انا منتجاتي في الادوات المنزليه مختلفه، في منها الضروري وفي منها صحيح. الرفاهيه. في اكيد. منها اللي ما ينفعش المطبخ ما يكونش موجود فيه، لو هناخد مثلا منتجات المطبخ، ما ينفعش المطبخ ما يكونش فيه الحاجه دي. صحيح. زي مثلا مطبقيه، او زي مثلا المطبقيه اللي بحط فيها الاطباق، ما ينفعش مطبخ ما يكونش فيه مطبقيه. طيب هاجي اقول لك اكيد. طب تعالى نمسك المطبقيه دي. هي المطبقيه دي في عندك منها كام نوع؟ هتقول لي والله مثلا عندي 3 انواع. عندي مطبقيه بلاستيك خفيف ودي سعرها يعني قليل. عندي مطبقيه بلاستيكها كويس دورين ودي سعرها متوسط. عندي مطبقيه برضو دورين بس بلاستيك قوي وفيها صفايه للميه وفيها منظم للمعالق معالق. اه بالظبط كده. والدور اللي تحت مثلا في اقدر احط كوبايات اقيم احلى شكلها افضل. هنا بدانا نعمل ايه؟ بدانا نعمل تسويق للمنتج، وبدانا نتكلم عن مميزات المنتج، وبدات تقول لي ليه ده بجنيه وليه ده ب 2 جنيه وليه ده ب 3 جنيه. بدات تقول لي ان دي مهمه للمطبخ، ما ينفعش مطبخ يخلو من المطبقيه. غير مثلا ما تيجي تقول لي خد بالك يا عمرو، انا عندي قشاره تفاح. هنا بقى تعالى، ده منتج اساسي ولا رفاهيه؟ رفاهيه. انت تقدر تحوله الاساسي. كام تفاحه باظت منك وانت بتقشرها بالسكينه؟ كام كتير مره وبهلك السكينه كتير. عورت ايدك؟ كام مره السكينه عورت، لو احنا مثلا هنتكلم الستات يعني، كام مره يا ست الكل السكينه عورت ايدك وانت بتقشري تفاحه؟
وعشان كده جبنا لك يبقى القشاره. انا في ايدي كده اقدر احول من منتج من الرفاهيه حسب كلامي بقى واعرض حسب وفنن. درجه فهمك واستخدامك للمنتج، حسب درجه فهمك واستخدامك للمنتج، كيفيه توظيف المنتج لعرضه على الجمهور. تاني بصوا يا جماعه، التكنيكال مفيش اسهل منه، اني اعمل صوره من على طب جيميناي او اني اعمل هو فيديو. الافضل ان انا اكتب الكلام ده كله، يعني التفاصيل والحاجات دي اللي هعمل في كلام ولا فيديو ولا صوت؟ ايه الافضل؟ لحظه بقى، لحظه، صح انت بتتكلم صح. ما هو ده اللي كنت لسه حالا بقول، اللي هو ايه التكنيكال. يعني ايه التكنيكال؟ ان انا انفذ الفكره دي ازاي، مفيش اسهل منها كتير يعني. يعني الادوات بتاعتها متاحه كتير، انما الفكره ذات نفسها هي دي الصعوبه. اني اوظف، اني اصلا افكر في طريقه التوظيف او في طريقه اعاده استخدام المنتج ده. هو ده المهم، هو ده اللي احنا بنعلمه في المحاضره بتاعت دلوقتي. طب اوظف ده ازاي؟ ممكن اوظفه بصوره، ممكن اوظفه ببوست مكتوب، ممكن اوظفه بفيديو اي او بفيديو اجمع شويه فيديوهات على الفكره بتاعتي. واحده بتقشر تفاحه بايديها، لو دورت على النت هلاقي وهنتعلم ده مع بعض. واحده بتقشر تفاحه بايديها، فوهي بتقشر اتعورت، فاخد ادي فوتج او ادي جزء. يمكن ملوك لو بتشتغل مونتاج هتفهم يعني ايه فوتج. مثلا اجيب مثلا صوره تاني للمنتج بتاعي. لو انا جايب المنتج ده من الصين، وهو مثلا لو هو شكل التفاحه او شكل قطعه التفاحه اللي هي القرص ده المدور اللي بننزل بيه على التفاحه فبتقطع 8. فاجيب والفويس اوفر شغال. كم مره عورت نفسك وانت بتقطعي تفاح؟ كم مره خسرت تفاحه من الكيلو التفاح والنهارده التفاح غالي؟ عشان كده السوفت ستور جاب لك مثلا قطعه التفاح الذكيه اللي بخطوات بسيطه هتقدري تستفيدي بكل جزء من التفاحه. بنجيب التفاحه كده، ولو في خطوات العمليه، وده اسمه educational كونتنت او محتوى تعليمي وبرضه هنتكلم عليه قدام. بتجيبي التفاحه كده، بتنزلي عليها بتقطعها بالشكل ده، فبتطلع معاكي 8 اجزاء، قلبها بيتقطع كله، وبمنتهى السهوله تقدري تستمتعي انت واولادك او انت واسرتك بتفاحه كامله بكل العناصر الغذائيه من القشره لحد قلب التفاحه. وكل ده عشان، او كل ده في خلال اقل من 30 ثانيه. القطاعه التفاحه الذكيه من الصفتي، اطلبيها دلوقتي. شوف انت عملت ايه، انت حولت مجرد قطاعه تفاح لشيء مهم في كذا حاجه، يحافظ على ايديها، يحافظ على كميه التفاح بما ان التفاح بقى غالي النهارده، يحافظ على العناصر الغذائيه اللي موجوده في التفاحه، والشكل النهائي للتفاحه هيتقطع بشكل لذيذ وجميل اللي هي السلايز او الشرايح بتاعه التفاح. كل ده لميته في 30 ثانيه، بس اتعمل في خلال قد ايه بقى؟ هو ده المهم اللي هنا فكرت فيه انا، او اتعلمت ده ازاي. هو ده اللي انت جاي تتعلمه في الكورس، مش مجرد تكنيكال وبس. مش مجرد اقول لك لا تعالى هدي وهدي وجمع وطلع، لا. انا يهمني البني ادم اللي بيشتغل معايا بياخد معايا الكورس يشغل مخه، عشان انت اللي هتكمل بعد كده. انت اللي الجاي والجديد انت اللي هتفكر فيه مش انا. فهمتني ازاي؟ اتمنى يكون المثال وصلك يا صفتي. لو عندك سؤال اتفضل. لا تمام، لا تمام تمام. طيب، نورة مجدي، ايوه مع حضرتك. تعالي لي يا نورة، عشان انت لما عرفت نفسك طريقتك في التعريف عجبتني، فحسيت ان انا قدام مسوقة شاطرة. اه طيب والله هو مش، او انا كنت في الاول لما حد كان بيسالني على سعر الفوطه كنت برد على طول، وبعدين اكتشفت ان ده غلط تماما، ان ما ينفعش اعمل كده. حلو. فبدات لما حد، لان اسعارها غاليه جدا، اي منتجات طبعا، فبدات انا بقى قبل ما لو اي حد سالني هي بكام، لا الاول بعرفه هي موزه فوطه ايه، انها بتقعد من 3 سنين. فانت لو بتجيب مثلا اي حاجه بتنظف بيها الازاز، يعني لو فوط الازاز مثلا، فانت لو بتجيب اي حاجه تنظف بيها الازاز، فشوف انت بتصرف كام في الشهر. نورة، ايوه. هي كل الناس زي بعض؟ لا للاسف اكتشفت ان لا طبعا انا من خبرتي يعني في التسويق، لا للاسف في ناس بتتعب معاها جدا عشان بس تفهمها حاجه بسيطه. هم طيب بصي مصممين على حاجه معينه ان هي، ايوه يعني ايه انا اجيب فوطه ليه مثلا اعمل بيها الازاز؟ طب ما انا ممكن، ما انا بستخدم كده كده جلافز، خلاص ملوش لازمه. بيستخدم جورنان وحياتك مش جلافز بس. ايوه. بصي ايوه لا هي يعني انا مثلا معلش انا بقى اكتشفت ايه، يعني انا مثلا عشان اقنعهم الاول بالمنتج لا كان لازم اجربه. فانا اول صح، حاجه انا عملتها، انا جبت المنتج، يعني جبت بوكس من اكوي وجربت المنتجات بتاعته. برافو.
فبقيت بيني وبين نفسي انا مقتنعه بالمنتجات، ولما اي حد من اللي حواليا مثلا مش مقتنعين، لا بدي الفوطه مثلا لقرايبي، طب خدي اه جربيها، وانا واثقه كده كده إن هي وفعلا بتيجي تطلب، يعني ده حقيقه. هاي فلا هاي يعني بدات افهم يعني ما ينفعش ان انا اسوق على منتج انا مش مجرباه اصلا، ما ينفعش. دي نقطة مهمة أشكرك عليها. ممكن بقى في مرحلة الكرييتنج اللي احنا بنشرحها تقولي لي المنتج ده ضروري ولا رفاهية؟ لا المنتج اكيد ضروري جدا. اولا ضروري. لانه هو اولا بديل الكيماويات، ودي حاجة ماشي. مهمة جدا لأي بيت، لأن طبعا يعني السرطان زاد قوي حوالينا، كانسر عامة، فلا هو بديل آمن صحي. في كمان في كمان صابون طبيعي جدا من زيوت طبيعية جدا في إكوي، حتى البرفيوم بتاعه طبيعي. هي منتجات زي يعني اسعارها زياده شويه، بس هي حرفيا لا هي مهمه في كل بيت. يعني انت بتنظف ازاز ببختين ميه بس، والازاز بيطلع كانه جديد. بكام إكوي؟ مثلا على حسب، يعني فوطة الإزاز مثلا ب 240. هو في ناس تقعد كتير معايا قد إيه؟ شايفاها غالية. مثلا يعني في مثلا جلافز، في جلافز الجمال دوت، ماشي هو غالي ب 1000 يبقى 1200 مثلا. فلما تيجي بنت تقول لي ان هي في واحده مجرباه مثلا على النت او شافت بلوجر بتجربه، استني فهي استني نمشي خطوة خطوة. مم، الفوطة ب 240 بتقعد معايا قد إيه؟ سنتين. سنتين. كم مرة؟ مينيمم استعمال. كم مرة؟ يعني كم مرة أقدر أستخدمها في السنتين أمسح بيهم إزاز؟ بتستخدمها براحتك جدا، مفيش مفيش حاجة اي اسمها. مده، لا مفيش مفيش. اي مده، حرفيا مفيش اي مده. لازم هي في تحط حاجه رقم. واحده بس انت بتاخدها معاها، لو ما استخدمتهاش مع الفوطه حرفيا الفوطه باظت، اللي لازم هي صابونه ايكو تاتش، دي اللي بتيجي مع المنتج. لو خلصت من عندك وانت استخدمت اي حاجه تانية، لا الفوطه باظت. اديني رقم. ايه؟ اديني رقم. رقم ايه؟ بس مش فاهمه. اديني رقم لعدد مرات استخدامي للفوطة في السنتين. 200 مرة، 500 مرة، 1000 مرة. اديني رقم. ممكن نقول 200 مره. ايوه هو ده. بص يا نور، عشان تقدري تقنعي او عشان تقدري تبداي تروجي للفوطه بتاعتك دي، لازم تعرفي كل المميزات بتاعت المنتج. لازم تعرفي كل الطرق الممكنه لاستخدام المنتج ده. ايوه. عارفه الموبايل الفلاب بتاع سامسونج اللي هو بيتفتح ويتقفل الجديد ده؟ ايوه شفت اعلان. مم. عارفه سعره كام؟ لا 100,000 جنيه. والله. اه والله. اللي هو بيتطبق ثلاثه. عارفه سامسونج لما بتبيعه بتروج عليه وبتقول للناس في الماركت في الماركت اللي هو في الستورز يعني، وفي الاونلاين، بتقول لهم المنتج ده او الموبايل ده بيتفتح ويتقفل كم مره؟ لا ما اعرفش. 13,000 مره. مم. باجمالي عدد سنين استخدام 5 سنين. لو فتحته وقفلته في اليوم مرتين تقريبا. بصوا الارقام عامله ازاي. ايوه فهمت. دايما لما اشتغل على منتج صعب البيع او جديد على المجتمع، لازم احط نفسي مكان العميل. يعني ايه يا استاذه نوره؟ انا كعميل هستفيد ايه لما اشتري المنتج ده؟ هتقول لي سرطان؟ مش كل عامل عندها وعي صحي. طب ما انت لا بلبن. المنتج بينظف يعني بسرعة جدا. برضه مش ما بلبن النهارده، ما عادش مع احترامي يعني، بلبن منتجه بيجيب سكر. منتجاته كلها بتعلي السكر في الدم. ايوه طبعا. صح؟ ايوه. بيبيع ولا ما بيبيعش؟ بيبيع. بيكون. بيبيع ومكسر الدنيا في المبيعات ولا لا؟ بيعمل ده. العميل يهتم بصحته؟ لا. كم من الناس اللي بتطلع تنتقد بلبن على اساس ان السكر بتاعه ما بيدوبش في الدم بسرعه، وبيعلي الانسولين ومش عارف ايه كتير جدا، بس بيبيع ليه؟ تجربه العميل مع المنتج بتدي للعميل سعاده مؤقته. هقول لكم مثال يكاد يكون يعني ممكن يصدمكم شويه. هي ليه المخدرات منتشره وبتكبر كل يوم؟ ايوه عشان اللي بياخدوها مقتنعين انها بتغير مودهم وبتخليهم منعزلين عن العالم. صح كده، رغم ان المخدرات غلط وبتاثر على المخ وبتدمر خلايا المخ ومش عارف ايه وبتعاقب عليها قانونيا وحرام شرعا في الدين. كل الكلام ده هل بيأثر؟ ما لا مش بيأثرش. بيأثر جدا، ولو اتكلمت مع ليه؟ واحد مدمن تحس ان هو بيقنعك ان هو صح. بالظبط. ليه؟ لان المخدرات بتديك دوبامين مؤقت او بتديك
بتديك شعور مؤقت بالسعاده، فبالتالي بيشبع رغبتك. فالعميل بشكل عام عمره مش كل العملاء بيبصوا لقدام، دايما العميل تلاقيه بيبص تحت رجليه. طيب عارفين الترند اللي كان طالع من فتره كبيره كده على السوشيال ميديا بتاع ما تبقاش زي جدك وتضيع حته ارض اللي اتعرض عليه في السبعينات في المعادي، النهارده المتر في المعادي بكام، او المتر في التجمع بكام؟ استثمر النهارده في مش عارف في مدينه الشروق الجديده، وخد حته ارض مش عارف بكام الف في المتر، ولان بعد كام سنه هتبقى بكام فلوس. هل الاعلان في الطريقه دي مقنع لكل الناس؟ لا. ليه؟ لان مش كل الناس بقى عندها فكره النظره المبعديه، او النظره اللي فيها بعد، او الاستثمار طويل الامد. ايوه، ما هي دي مشكلتي بقى في التسويق بتاعي، ان هما مش اللي هو طب انا هجيبها ليه مثلا، يعني هقعد سنتين ليه؟ عشان حضرتك بتركزي على المواصفات والمميزات بتاعت المنتج اللي مكتوبه في الورقه، او اللي متقاله لك في البرزنتيشن. لا، غلط. ليه غلط؟ لانك لازم تحكي تجربه عميل. طب ما انا بعمل كده، بنزل ريفيوهات على فكره، انا بنفسي اللي بصور، يعني انا بجرب مثلا فوط الدهون، فبجربها في فيديو واوريهم ازاي نضفت، وازاي يعني ازاي عملت مثلا السيراميك او غيره، بوتاجاز او الكلام ده ازاي بيحصل، وبنزل في الجروب عندي. وجاب معاكي نتيجه صح وبعتي. اه. اه. طيب تجربي تاني. انا النهارده هحكي لكم قصه، اني بقالي اكتر من سنه ونص ما اشتريتش ازازه بريل، او يعني ما اشتريتش ازازه لمسحوق الغسيل. ليه؟ عشان بستخدم الفوطه دي هي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اكوي اكوي. فوطه اكوي. فوطه اكوي بقالها معايا سنه ونص، وما اشتريتش ولا مره ازازه فيبا مثلا بتاعت المواعين. وبحسبه بسيطه، فيبا دي بتقعد معايا شهر مثلا، وفيبا دي ثمنها 50 جنيه. ففي عدد في السنه، يعني هنا لو فتحنا كده كالكوليتر كده، استنى وافتحي للعميل كالكوليتر على الشاشه ووري له، احنا نقول له هنا ايه. اهو مثلا لو جينا قلنا ان فيبا دي ب 50 جنيه، في 12 شهر بكام؟ ب 600 جنيه. تمام؟ ده كده في السنه، زائد 300 جنيه اللي هي السنه ونص او الست شهور، يعني كام؟ 900 جنيه. طب انا بقول لكم ان الفيبا دي، او سوري الاكوي الفوطه دي ثمنها 240 جنيه. يعني لو جينا قلنا 900 ناقص 240 جنيه، حضرتك موفره في سنه ونص 660 جنيه، وانت لا بتوجعي ايديكي، ولا بتاثر على جمال بشرتك، ولا ايديكي بتكرمش، ولا بيأثر، ولا الكيماويات اللي موجوده في فيبا او في بريل او اي في نوع من الانواع بتاثر على مسام ايديكي، بتحافظ على بياض وجمال ايديكي. شفتي بعد عملت ايه؟ ربطتي ارقام بفلوس، باهتمام ستات. ما هي مش كل الستات بتحب انها تغسل وتبهدل ايديها، صح؟ في ايوه. ستات بتحب تحافظ على المانيكير ولون البشره والكلام من ده. طب ما انا ممكن العب على الجزء ده. في ستات اسف في الكلمه بخيله، يعني مش عايزه تصرف كتير. طب ما انا ممكن العب على الجزء ده، صح كده؟ ايوه طبعا، بواجه ناس كتير، يعني في مثلا ناس انا ممكن اقنعهم بمنتج تاني تشتري حاجه تانية مع المنتج، حصلت معايا كتير. دي عندي اسمها بامبنج او بقعد، لا ابسوط. عندك طفل بيبقى عنده التهابات مثلا من حفاضه، طب انا عندي يعني صابونه كويسه جدا من اكوي فيها زيوت طبيعيه، جربيها وهتعجبك، وبتاخدها فعلا وهي بتشكرني ان هي جابت نتيجه مثلا مع الطفل. جميل. هتلاقي مثلا من كل 10 بتتكلموا عن موضوع صابونه الطفل ممكن 2 يشتروا. دي نسبه كويسه؟ نسبه كويسه. هل اقدر ازود؟ اقدر ازود. بالمناسبه 10 2 من 10 يعني 20% مبيعات، او كونفرجن ريت، او معدل الشراء عندك 20%. وده رقم هايل لو ده اللي بيحصل، يعني من كل 10 في 2. بس انا اقدر دايما، او انا لازم دايما انوع في مرحله الكرييتنج بتاعتي دي، عشان اركز على اهتمامات العميل ورغباته، وبعدين ابدا اوظف منتجي على اهتمامات ورغبات. فهنا درجة إقناع العميل بالمنتج يزيد. ايوه طبعا، ما هو اكيد اللي مش بيجي يطلب مني برفان ببقى بقول له على منتجات غير اللي هيجي يطلب مني فوطه مثلا. ده بالظبط بيبقى كده. عارفه كويس قوي مثلا ان انا لو كلمته على جلافز الجمال هيجيبه، هو مهتم بالموضوع. او بالظبط انا كده. بكلمه مثلا على صابونه يعني فحم او الكلام ده، فهو فاهم فهيجيبها. بس مش اي بالظبط حد كده. بكلمه في اي حاجه، لاني ببقى فاهمه ان اللي قدامي داخل بيسأل على ايه بالظبط، او حد قال له تجربته في ايه بالظبط. هايل. ده كل بالمناسبة كل اللي أنت بتقولي ده يا نورة هو سيلز، مش ماركتينج. تخيلي بقى. اكيد طبعا، لسه بقول لحضرتك انا محتاج ان اتعلم عشان افهم. طيب
انا عايز اوصل لك، مش قصدي اللي بقول لك كل اللي انت بتقوليه ده برافو وهايل جدا، وباين تجربه خبره ما شاء الله مش قليله، بس كل ده سيلز مش ماركتنج. الماركتنج هو اللي انا بقوله، اللي هو ايه؟ انا بالبدايه انا لا عندي حد بيسالني، ولا عندي حد بيجرب حاجه عند من حد تاني فبيسال عليا. انا لسه بجيب شرايح جديده، لسه بجيب ناس جديده. طب الناس دي انا محتاج اعمل لها الاول ازعق كده واقول واتكلم. هقول ايه بقى واتكلم واعرض ايه؟ هو ده اللي احنا بنتدردش فيه وبنتعلمه مع بعض، اللي هو فكره ايه؟ كل عميل له اهتمامات ورغبات، لازم انا انوع في طرق المحتوى اللي بقدمها عشان تتناسب مع كل شريحه ومع كل بيرسونا انا عايز استقطبها. وخدوا بالكم، التقطيعه اللي انا قلتها دي هي ليها هدف، الاستقطاب، ان انا لسه بجيب ناس جديده، مش ناس موجوده عندي، مش ناس سمعتني وشافتني قبل كده. اللي شافوني وسمعوني قبل كده بعمل لهم حاجه اسمها ريتارجتنج او اعاده استهداف، واللي اشتروا مني قبل كده بعمل لهم حاجه اسمها ريسيل، اعاده بيع او كروس سيلينج، اني اجيبه على منتج واخليه يشتري منتج تاني وتالت. في حاجه اسمها باندل، ان اجمع له 3 4 مع بعض في عرض، ده اسمه باندل سيل. فاللي انا عايز اوصله لك نقطه مهمه، مش عايزك تخلطي ما بين السيلز والماركتنج. ليه؟ لان تاني انت في الماركتنج انت مش شايفه العميل اللي قدامك كل مواصفاته ايه، انت بتبنيه، بتتخيليه. وده اللي ان شاء الله نعمله المحاضره الجايه، ان انا ازاي ابني بيرسونا اللي هي شخصيه العميل بناء على اللي انا بعمله. ببني حد انا مش شايفه اصلا، عشان لما ابدا اعمل ماركتنج واعمل بروموتنج، او ابدا ان انا اعمل بيت ادز او اعلانات مموله، ابقى عارف انا رايح لمين، بكلم مين، عشان هو اللي هيشوف بقى يبدا يجي ويسالني. فالكرييتنج ده للمنتج بتاعك مهم جدا، تفرقي ما بين امتى يكون ضروري وامتى يكون رفاهيه، وفي الرفاهيه هقول ايه وفي الضروري هقول ايه. متفقين يا نوره؟ متفقين. وانا ابقى عايز اجرب الفوطه دي، بيقولوا لي بتبيعيها فين وبعتي لي، عشان عايز اجرب، واضح انها هتوفر جامد، دي حاجه حلوه. اول زبون ليك اهو. ابقى تمام. اول زبون ليكي في الاريا جديده يعني. تمام. طيب ملوك، ملوك نامت مننا تقريبا. لما ترجعي يا ملوك بيفتح المايك وكلميني. طيب نخش بقى على المرحله الثانيه اهي، اللي هي خدوا بالك كل الكلام ده في مرحله الانشاء في الكرييتنج. نخش بقى على المرحله الثانيه اساتذه، اللي هي مرحله الكوميونيكيتنج او التواصل. انا الناس هتكلمني فين؟ هيوصلوا لي فين؟ في محل، ولا في سوشيال ميديا، ولا واتساب، ولا على التليفون؟ كل ما سهلت مرحله تواصل العميل معايا، وكل ما كنت موضح طرق الاتصال بيا، وكل ما كنت سريع في الرد على الناس واستجابه طلباتهم وعمل الاوردرات بتاعتهم، هو ده اللي المفروض اعمله في المرحله الثانيه. طيب في المرحله الثالثه، مرحله الدليفرنج. وهنا الدليفرنج مش بس مقصود بيها توصيل المنتج للعميل كمنتج حي، مش مقصود بان الولاعه دي توصل للناس، لا. المقصود بيه اني انا عملت في مرحله الكرييتنج ماركتنج او تسويق للولاعه دي. قلت له والله بص، دي ولاعه كليبر، ولاعه بتولع مش عارف بحجر، ومش عارف ما بتحرقش الحاجه اللي بتولعها، النار بتاعتها مش شديده. المواصفات اللي قلتها له في الولاعه، وسعه التخزين، وشكل الولاعه، والمنتج ذات نفسه، وكيفيه استخدامه في مرحله الكرييتنج، بيسمع معايا في الدليفرنج لما العميل يبدا يستلم الخدمه او المنتج ويحصل على كل الوعود اللي انا وعدته بيها في مرحله الكرييتنج. الثلاثه دول مع بعض في الماركتنج اسمه فاليو. لما يجي حد هنا يسالني ايه هو الفاليو بتاعك، ايه هي القيمه المضافه بتاعت مشروعك، بقول له والله انا مشروعي بيقدم منتجات ضروريه ومنتجات ترفيهيه للعميل. انا عندي جود كوميونيكيشن مع الناس، انا عندي كاستمر سيرفيس وخدمه عملاء هايله مع العملاء، عندي افتر سيل سوري، عندي كاستمر سيرفيس افتر سيل اللي هي الكيرنج بتاعت العميل او رعايه العميل.
عندي تراستنج في توصيل المنتج او الخدمه بتاعتي، زي ما بعرض زي ما انت هتلاقيه، اسعاري ما بتتغيرش لما بتشتري الحاجه، ما فيش تغيير فيها ساعه الاستلام. كل دي فاليو. مش لازم تكون الفاليو بتاعتي شيء جاي من المريخ، مش لازم اكون انا الوحيد في السوق اللي ببيع المنتج او الخدمه دي. انا ممكن اكون ببيع نفس المنتج او الخدمه في سوق مليان ناس، بس انا عندي حاجات تاني مدياني فاليو، مدياني قيمه عشان الناس تتعامل معايا افضل من المنتج، زي السعر، زي الكاستمر سيرفيس، زي البروميسنج الوعود، زي الظهور والظهور والماركتنج بوزيشن او مكاني في السوق. كل الحاجات دي مدياني فاليو، فالناس طول الوقت عينها عليا، فالناس بتحب تشتري مني رغم وجود منافسين، الا اني بقدم حاجات كتيره حوالين المنتج او الخدمه بتاعتي مخليه الماركتنج بتاعي سهل وسلس، عشان انا دايما ببرز الفاليو او القيمه بتاعتي. طيب تعالوا كده نرجع تاني بسرعه بسرعه فوق الحته دي بتاعت ايه هي ايه هي الادوات اللي موجوده في الديجيتال ماركتنج او في التسويق الالكتروني اللي انا ممكن اتعلمها تساعدني في شغلي. اول حاجه هي السوشيال ميديا ماركتنج، وده موضوع الكورس بتاعنا، السوشيال ميديا ماركتنج. تاني حاجه هي الاس اي او، سيرش انجن اوبتمايزيشن، او تهيئه وتحسين محركات البحث. وانت يا صاحبي كنت بتسال على ممكن اخد كورسات ايه تاني، فدي حاجات ممكن تبدا تاخدها وتركز عليها. انك لما تعمل اي كوميرس او متجر الكتروني لحضرتك وعايز تبدا تظهر في محركات البحث اللي هي جوجل سيرش، ان اي حد مثلا يكتب كلمه مثلا مطبقيه دورين، فالنتيجه اللي تطلع له هو اول ويب سايت يكون فيه المنتج بتاعك. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل من حاجتين. من حاجه الاولانيه هي الاي سي او او السيرش انجن اوبتمايزيشن، او تهيئه وتحسين محركات البحث للمواقع على جوجل، وده بيكون اورجانيك، وده بنتعلمه او ده انت بتتعلمه في كورس منفصل، لان هو ليه تفاصيل كتيره جدا بعيده عن السوشيال ميديا. طيب ده عشان برضه تبقى عارف بياخد مينيمم من 4 ل 6 شهور عشان الويب سايت بتاعي يتارشف على جوجل وابدا اتشاف، وطبعا في تفاصيل اكتر من كده. طيب الطريقه الثانيه عشان ابان في محركات البحث الاولى هي جوجل ادز او اعلانات جوجل. وبالمناسبه جوجل ادز عشان ابقى اكون شاطر فيه واتعلمه صح لازم اخد له يعني لازم اخد له كورس كده، وبيبقى فيه كورسات مصغره موجوده حتى على اليوتيوب كتير بتعلمني ازاي اعمل اعلانات على جوجل ادز. والاعلانات دي بتكون متخصصه في اكتر من شكل اعلاني، ولكن اللي بيشتغل جوجل ادز عاده ما بيشتغلش السوشيال ميديا. بتكلم هنا عن ميديا بايرز او عن الاعلانات المموله. جوجل ادز غاليه في اعلاناتها بس نتائجها جباره، وجوجل ادز اعلاناتها بتبقى مده طويله 15 و20 و30 يوم. السوشيال ميديا بتبقى 4 ايام 8 ايام، لكن جوجل ادز لا، بتاخد وقت اطول من كده، لان هي بتعتمد على حاجه اسمها نيجاتيف كي وورد وبوزيتيف كي وورد، كلمات ايجابيه وكلمات سلبيه ما ظهرش فيها وكلمات تظهر فيها وهكذا. الحاجات دي بتاخد وقت وبتصرف فلوس كتير. بتوع الاي كوميرس بيصرفوا عاده في الشهر من 20 ل 50 الف جنيه مينيمم، ارقام ده اقل حاجه، عشان يبداوا يجيبوا مبيعات على الويب سايت بتاعهم من خلال جوجل ادز او من خلال الناس اللي بتعمل سيرش على محركات البحث. طيب عندي بعد كده مهاره تانية اللي هي الكونتنت ماركتنج او التسويق بالمحتوى. وده بقى يعني بحر كبير قوي، فيه شغل كتير سواء كان اونلاين او اوفلاين. لازم اتعلم او بتعلم ازاي اكتب محتوى متخصص ودقيق للمنتج او الخدمه اللي بقدم عليها. والكونتنت ده يظهر فين؟ هل هيظهر في مطبوعات، ولا هل هيظهر على ويب سايت، ولا هل هيظهر على السوشيال ميديا، ولا هل هيظهر على فيديو؟ فكل ده في الحته بتاعه الكونتنت ماركتنج. الايميل ماركتنج او التسويق بالبريد الالكتروني، وده بيخص حاجتين، بي تو بي وبي تو سي، وهنتعرف مع بعض دلوقتي او ان شاء الله النهارده على ايه الفرق بين البي تو بي والبي تو سي. ولكن عاده الايميل ماركتنج او التسويق بالبريد الالكتروني بيفيد اكتر الناس اللي بتبيع خدمات تقيله، عشان بتستهدف ناس عندها ايميلات وهم بيكونوا قاعدين على الايميل كل يوم 8 9 ساعات بحكم شغلهم. الاناليتكس او التحليل، ودي في موظفين او في وظيفه في الديجيتال ماركتنج اسمها محلل تسويقي.
شغلته هي مش موجوده كتير في الوطن العربي ولكن موجوده كتير بره. شغلته ان هو بيبدا يدخل على كل منصات الماركتنج بتاعه الشركه او بتاعه المشروع، ويبدا يشوف ايه اكتر اماكن بتجيب مبيعات، ايه اقل اماكن، ايه اكتر كلمات او جمل بتشد انتباه الناس، اي يبدا يشتغل عليها، يبدا يقدم تقارير الفتره الجايه انتوا محتاجين ايه. وطبعا هنا بيستعين بادوات زي جوجل اناليتكس بتاعت الموقع او بتاعت المواقع، عشان يعرف الزوار بيقعدوا قد ايه على الموقع، بيعملوا ايه على المواقع بتاعتك، بيدوسوا على زراير ايه، البيهيفير بتاعهم بيبان من سلوكهم، او ال الانشطه بتاعتهم يعني على الموقع بتبان من تصرفاتهم على الموقع، بيدوسوا على زرار ايه، بيخشوا على قسم ايه، بيحطوا كام منتج في الكارت، بيطلعوا كام منتج من الكارت، كارت اللي هي عربيه التسوق، بيلعبوا ولا جد. كل الكلام من ده بيبقى في حد متخصص اسمه الاناليتكس. طيب مثلا في التسويق الالكتروني هو طبعا مطلوب جدا في سوق العمل، بتقدر تشتغل من اي مكان بيحقق لك دخل، وكمان مطلوب في الشركات الصغيره والكبيره، وادواته متاحه تقدر تتعلمها بمنتهى السهوله. حلو جدا. الهدف الاساسي لعلم التسويق هو هدف واحد بس، اللي هو ايه؟ اني اوصل القيمه الصح للشخص الصح في الوقت الصح وبالطريقه الصح. وده اللي انت كماركتير وانت كماركتيره لازم تتعلموه وتكونوا فاهمينه. طيب كل الكلام من ده سيبكم منه، مش مهم خالص دلوقتي. عايزكم تعملوا سكان هنا، اللي معاه لابتوب واللي معهوش وشغال بالموبايل ممكن تخشوا هنا. هبعت لكم اللينك اهو دلوقتي على الجروب اهو. يا ريت تخشوا على اللينك ده، عايز اوريكم حاجه. رحت فين؟ المفروض ان ظهر لكم لما عملتوا سكان بالموبايل او لما دوستوا على اللينك ظهر لكم ال الويب سايت ده او اللي انتوا شايفينه قدامكم. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اسمه لاندنج بيج، صفحه هبوط. تمام. صفحه الهبوط دي مثلا بتاعت عمرو على سبيل المثال، بيحط فيها عمرو او حاطط فيها كل حاجه ليها علاقه باسمه، ليها علاقه بكل جزء من دول او كل زرار من دول بيوديه على حاجه معينه بتتربط. اقدر اعمل ده المشروع بتاعي، طبعا اقدر اعمل ده المشروع بتاعي بمنتهى السهوله. ممكن احط هنا اللوجو بتاع المشروع، احط هنا اسم المشروع، احط هنا السلوجان او الجمله التعريفيه عن المشروع بتاعي، والسوشيال ميديا اللينكس بتاعتي كلها زي ما انا عايز بعدد لا محدود زي ما انتم شايفين. ده ويب سايت، ايميل، تيك توك، يوتيوب، اكس، واتساب، انستجرام، فيسبوك، لينكد ان. وبعدين ابدا احط بقى البوستات سوري البوتمز بتاعتي او الزراير بتاعتي. اي بوتم من دول لو دوست عليه هيودينا على الحاجه المربوط بيها. طيب اللي انا عملته دلوقتي معاكم او اللي انتوا عملتوه دلوقتي هو اسمه ترافيك. وايه هو بقى الترافيك ده؟ هو اللي احنا عايزين نشوفه مع بعض. الترافيك بمنتهى البساطه، ومش عايزه يعني اتعبكم في القصه دي كتير، هو سر نجاح التسويق الوحيد الترافيك. اهو. حد فاهم بقى يعني ايه ترافيك؟ يقول لي. او حد فهم حاجه من التجربه اللي انا عملتها دلوقتي معاكم وخليكم تخشوا على اللينك وبتاع وتشوفوا الصفحه، يفتح كده المايك ويدردش معايا ويقول لي. ملوك انت رجعتي وسمعانا ولا ايه الاخبار؟ اه انا مع حضرتك. يا ريت عليكي من شويه يا ملوك ما ردتيش. طيب معلش الصوت كان فيه مشكلة. ماشي ملوك قولي لي يعني ايه ترافيك؟ في نظام الماركتنج انا ما فهمتش حاجة بصراحة. ايه مش فاهمة بصراحة. يعني ايه ترافيك؟ يعني ايه كلمه ترافيك بشكل عام؟ مش سامعة، معلش الصوت بيقطع. حاضر. طب كلكم سامعني كويس؟ صفت انت سامعني ويا نورة انت سامعاني؟ نورة الوكيل ومجدي سامعاني؟
تمام كده سامع حضرتك. طيب قولي لي يا ملوك، يعني ايه ترافيك؟ يبقى معناها حركة المرور عموما. حلو. انت بتشتغلي في مواقع اخباريه بقالك قد ايه؟ يعني حوالي 8 شهور مثلا. 8 شهور. عمرك سمعتي كلمه ترافيك في اي موقع اشتغلت فيه؟ لا خالص. ما قالكيش الترافيك على الموقع او الزيارات على الموقع النهارده عاليه قليله، عايزين ندخل ناس كتير على الموقع؟ كلمة زيارات الحاجات دي بتنزل، بس ترافيك مش متداولة هناك. تمام تمام. هو مفهوم كلمه ترافيك هنا هو الزيارات، الزحمه. لما انتوا دلوقتي دخلتوا على الموقع بتاعي اللي هو كان لينك تري ده او صفحه الهبوط اللي انا بعته لكم، انتوا الثلاثه دلوقتي او انتوا الاربعه عملتوا عندي ترافيك، عملتوا عندي زحمه، عملتوا عندي حركه مرور. فده في السوشيال ميديا او في عالم الاونلاين بيزود ثقه المنصات في صاحب الحاجه دي. يعني كل لما انتوا كتبتوا او كل لما انتوا دخلتوا على اللينك اللي بعته لكم، كل لما عدد الزيارات عندي زادت، كل لما جوجل حبت اللينك بتاعي فبدات تطلعه في اوائل محركات البحث. طب ده ايه علاقته بالماركتينج؟ ده علاقته قويه جدا بالديجيتال ماركتينج. اون سوشيال ميديا كلمه ترافيك الكلمه الموازيه ليها هي ريتش او الوصول. عشان انجح على السوشيال ميديا محتاج دايما افكر في افكار تخلي الوصول بتاعي عالي. لو انا قدرت اعمل ده فانا هنا ايه؟ نجحت في التسويق. اوكي. تاني، الوصول او الترافيك هو سر نجاح الاونلاين بيزنس او سر نجاح التسويق الالكتروني. كل ما فكرت في فكرة الزحمة وافكار تحقق لي الزحمة دي، كل ما ايه؟ وصلت لفئات اكبر واعلى. عندك يا ملوك في الجورنان او في المواقع الاخباريه بيحققوا مفهوم الترافيك او الريتش بالفيديوهات اللايف، بالفيديوهات الجدليه، بالاخبار. يعني تفتكروا كده كان في ترند او في ترند بيظهر كده كل فتره يقول لك ايه؟ عاد مش عارف مين الى سير العمل مره اخرى بعد اجازه دامت 3 ايام. فاكرين الترند ده؟ كان ترند كده بيظهر كل فتره بعد الاجازه. يقول لك عاد مثلا محمد الى العمل، عاد محمد لمباشره العمل مره اخرى بعد انتهاء الاجازه. طيب ده اصلا بدايته جت منين؟ بدايته جت من ان كان في حد منزل في جورنال من الجرايد، منزل بوست لواحد كاتب التويته دي، فحصل ترند او حصل يعني ترافيك جامد جدا على البيج بتاعت الجورنال ده. فبالتالي اتشافت اكتر واكتر وعدد المتابعين ليها زاد. كسبت ايه هي في القصه دي؟ كسبت ان الناس دخلت على اللينك بتاع الموقع بتاعهم، فعدد الترافيك زاد، فعدد مشاهدات الاعلانات زادت، فهم كسبوا فلوس. طيب لو انا النهارده جيت خدت مثال تاني، كان في من فتره كافيه في التجمع عمل فكره كده ظريفه قوي. صور صوره لشنطه مفتوحه طالع منها ذهب، سبايك ذهب، ونزل الصوره دي على السوشيال ميديا وقال يا جماعه في عميل كان عندنا بيشرب قهوه ونسي الشنطه بتاعته، وقاموا مصورين. يا ريت العميل ده يجي يشرفنا يوم الخميس عشان ياخد الشنطه بتاعته و واحنا هنعمل له مشروب هديه. ايه اللي حصل؟ الكلام ده كان بدايه الاسبوع، كان يوم سبت او حد. يوم الخميس الكافيه كان متروس ناس. عملوا ايه؟ فكروا في فكره ازاي يجيبوا ترافيك للمكان ده. طيب على العكس، ايه اللي بيحصل مثلا في البوستات العاديه؟ يجي مثلا تلاقي حد مثلا واحده ست مثلا شافت فيديو لتميمه بتاعت او للتميمي مثلا بتاع الادوات المنزليه، وعمل لها فيديو او عمل فيديو وقال مثلا
اكتب لنا كلمه مطبقيه في الكومنتات، وهنبعت لك كل المواصفات بتاعه المطبقيه والسعر. ايه اللي حصل دلوقتي؟ هو بيعمل ترافيك على الكومنتات. طب هو لو عنده ويب سايت هيروح يقول للناس خشوا شوفوا المطبقيه الذكيه والحقوا مثلا الخصم قبل ما ينتهي من على الموقع، فبروح اودي الناس على الموقع. هنا بقى تيجي النقطه المهمه: هل كل سلوك الناس اللي هيخشوا الموقع، او اللي دخلوا الكافيه وقت موضوع الذهب، او اللي دخلوا الجورنان، هل كل سلوك الناس واحد؟ لا طبعا. في ناس هتقعد هتشوف الحاجه اللي هي عايزاها وتمشي. في ناس هتقول لك طب ما اجرب واشوف بقيه منتجات موجوده عنده ايه التميمي ده. وفي ناس تقول لك هو الموقع ده فيه مقالات او اخبار ايه تاني. فانا كصاحب مكان في الثلاثه كسبت ناس قعدت عندي، كسبت ناس شافت كل حاجه انا بقدمها، كسبت ناس حققت لي زيارات. بتاع الكافيه بالمناسبه وده كلام حقيقي، عملوا اوردرات اليوم ده باكتر من نص ايراد او نص اوردرات سيزون في اليوم ده بالذات. ليه؟ لان كل الناس لما راحت الكافيه ما لقيتش الشنطه، وسأل قال لك انا صاحب الشنطه ومش عارف ايه، فقال لك طب والله ده احنا المدير جاي الساعه 5. قعدوا الناس في الكافيه، وطبعا الناس مش هتقعد فاضيه، فقعدوا شافوا المنيو فيه ايه، فاللي بدأ يجرب المنيو، اللي بدأ يجرب قهوه، تشيز كيك، مش عارف عصير ايه، عملوا كميه اوردرات اليوم ده مش طبيعيه. وفي الاخر الموضوع طلع ترند او طلع ترافيك بقى، عشان بهدف بس ان هم يعملوا يعني رواج لاسم المطعم او سوري الكافيه. بخلاف دي حاجه صح او حاجه غلط، احنا دلوقتي بنتكلم في الكونسبت، في الفكره. طيب بلبن لما عمل الكامبين بتاعه الذهب، اللي هي بتاعه بلبن ذهب، اللي هي كانت بتاعه قال لك بيسو ماشي من عندنا، وفي الاخر طلع بيسو طلعوه ان هو تاجر ذهب. بيسو ده اللي هو الشخص المشهور بتاعهم، او الموظف اللي بقى واجهه البراند بتاع بلبن. عملوا ايه؟ عملوا برضو الكلام ده كله كان بهدف ايه؟ بهدف الترافيك، ان يعملوا زحمه على الاوردرات بتاعه سبيكه الذهب عشان الناس تطلبها. فاذا سر نجاح التسويق هو ازاي اعمل ترافيك. تمام؟ طيب في حد عنده سؤال في الحته دي؟ او في حد مش فاهم حاجه؟ نعيد تاني. هي الصفحة دي بتتصمم ازاي؟ هي بعيدة عن طبعا عن تاني صفحة صح، الفيسبوك اللي هي اللي حضرتك انت وصلتنا ليها، اللينك اللي وصلتنا ليه ده. اللي هو بتاع لينك تري. اه يعني هنظبطها مع بعض، هوريكم بتعمل كل حاجه ازاي بتاعتها، مفيش مشكله. تمام. يعني لا لو بيتصمم، نعم. هو ازاي بصمم؟ هو ده صفحة ايه يعني؟ اللي هي صفحة الهبوط اللي انت ورطانا دي. ده موقع بيقدم لك ده ببلاش، بتسجل عليه بجوجل وبتقدر انت تعمل كل الكلام من ده. هنخش مع بعض ونشوفها، مفيش مشكله. تمام. لا انا بتكلم على الجزء بتاع الترافيك ده. في حد عنده سؤال؟ في حد مش فاهم حاجه، او في حد يعني اللي تمام يعمل كده لايك، واللي مش تمام يعمل هي كده. كلها اساليب شد للمنتج.